السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعنا لكم النهاردة كل أجزاء حكاية تشاومو. لا ومش بس كده، احنا زودنا لكم نص ساعة كاملة جديدة. فلو انت متابع الأجزاء جزء بجزء روح للدقيقة دي، ولو انت مش متابع الأجزاء فاستمتع بأجمد ملخص هتشوفه دلوقتي. فما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. تخيل تكون عايش حياة عادية وفجأة تحصل كارثة في الشغل، فمديرك يقرر اللي هو يلبسها لك، وكمان زميلتك تتقرر اللي هي تتآمر عليك علشان تقتلك، وفوق كل ده تتنقل لعالم تاني عن طريق الغلط، والطريق للرجوع لعالمك هيكون صعب جدا، بس انت سايب اختك لوحدها. فيا ترى هتعمل ايه ساعتها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حكاية جديدة. وقبل ما نبدأ كده ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك وتتحمسوا علشان الحكاية الجامدة دي، ويلا بينا. وبتبدأ المانجا بتاعتنا بلوحة نظام بتقول: وصل عدد المنقذين إلى 10,000. بدأت التجربة وبنشوف واحد وبيحكي لنا وبيقول لنا: في الوقت ده أنا ما فهمتش خطورة الموضوع ولا الوضع اللي احنا كنا فيه، خصوصا لو كنت كائن بشري طبيعي. ما بين 9999 كانوا متدربين، خصوصا اللي احنا كنا بنواجهه ما كانتش حاجة سهلة، دي كانت جاية من عوالم بعيدة، كانت آلهة صعبة جدا محاربتها. بس احنا هنبدل كلمة آلهة بملوك، كانت ملوك جاية لنا من عوالم بعيدة. بس خلونا نفهم الموضوع ده كله حصل ازاي. وبنرجع للماضي وبنروح لمستشفى، وفي حد بيقول: انا استقلت وما عنديش دلوقتي اي حاجة تانية اعملها معاك، فاخرج من هنا حالا، انت في جناح اختي. وبيكون في مجموعة من الناس رافعين عليه الاسلحة، وفي حد بيجي وبيقول له: اتشاومو، هو انت اصلا ازاي تتجرأ ان انت تتكلم معايا كده؟ بس مع ذلك حطوا دلوقتي يا رجالة اسلحتكم على جنب، احنا شركة محترمة بعد كل حاجة، مش هنرفع اسلحتنا في وش الناس، خلينا نتكلم زي ناس عاقلة. والحراس بيقولوا له: حاضر يا فندم، وبينزلوا الاسلحة بتاعتهم. والراجل بيقول له: اتشومو، هي دي اختك على العموم، انا سمعت اللي هي اللي ربتك لوحدها بعد ما اهلك توفوا، انما قبل ما تقدر تتبسط بحياتها معاك اول ما انت كبرت هي عيت فجأة، والشركة بتاعتنا هي اللي دفعت مصاريف العلاج بتاعتها مقدما، وقعدنا ندفع لها لحد دلوقتي، وعلشان كده هي لسه عايشة. فتشومو بيقول له: بطل ان انت تتكلم معايا، وانا هدفع الفلوس اللي الشركة دفعتها للمستشفى، انما انت لو عايز حد يتحمل مسؤولية الكارثة اللي حصلت في مشروع حديقة التسلية، فانا ما اقدرش ان انا اعمل لك اي حاجة الا ان انا استقيل. فالمدير بيضحك وبيقول: اوعى اللي انت تنسى، انت اللي اصلا من الاول طلبت مني حاجات كتيرة في المشروع ده، ومع ذلك انت استقلت فجأة من قسم العمل اللي انت اشتغلت فيه كتير جدا وترقيت عشان تقدر اللي انت تساعد اختك، وضحيت بكل ده فجأة. وبيقرب منها وبيقول: انت على العموم مش عايز ان اي حاجة وحشة تحصل لاختك، هو انت بتحاول ان انت تهددني؟ انت عايز تعمل ايه لاختي؟ انا عمري ما هسيبك ابدا. والحراس على طول بيبعدوا، فهو بيقول له: تشو، انا مش شيطان، انا ما اقدرش استحمل ان اي حاجة وحشة تحصل للبنت الغلبانة دي. الموضوع كله ان مشروع حديقة التسليم يتمول من قبل الحكومة، فلازم ان حد يتحمل المسؤولية دي، فلو انا وانت دلوقتي متنا مين اللي هيتحمل المسؤولية؟ وهو بيكون واقف وممسوك من الرجالة. والمدير بيقول له: لازم اللي انت تفكر كويس في العرض بتاعي، وعشان كده لازم تيجي لي بكرة في الشركة بعد ما تفكر وتاخد القرار بتاعك. وفعلا بيجي تاني يوم وبنروح عند الشركة، وتشومو بيكون لابس بدلة وبيدخل على طول الشركة دي، وبتجيله بنته بتقول: يا قائد الفريق. فتشو بيقول: شيء انا ما شفتكيش بقالي فترة طويلة. فهي بتقول له: انا عندي حاجة مهمة عاوزة اللي انا اقولها لك، ممكن تيجي معايا اللحظات؟ وبيطلعوا هما الاتنين على السطوح، وهي بتقول له: انا عارفة ان وقتي مش مناسب، بس لو الفرصة دي عدت مني فما اعتقدش ان انا يكون عندي فرصة تانية زيها. يا قائد الفريق، انا طول عمري كنت بحبك جدا، وعشان كده كنت عاوز اسألك لو انت بتحس بنفس الشعور ناحيتي. وهو بيقول لها حب، وبيكون واقف ومش مستوعب اصلا اللي بيسمعه، وبيقول لها: انا اسف بس انا مش في وضع مناسب ابدا اللي انا افكر في الحاجات دي دلوقتي. وبصراحة يعني معاه حق، ده واحد اخته في المستشفى مستقبله بينهار، مدير عايزه يلبسه مصيبة، فمش وقته خالص اللي هو يحب دلوقتي. وانت جاية دلوقتي تقولي له انا بحبك؟ وهي بتقول له: ايوه فعلا انا شايفة ده، بس انت ممكن اللي انت تغمض عينك، انا بس عاوز اللي انا اديلك هدية. وهي بتيجي عند ودانه وبتقول له: انا سمعت اخبار اللي انت لو مشيت وانت عايش في الشركة هتلبسني انا الكارثة اللي حصلت في مشروع حديقة التسلية، وعلشان كده حتى لو ده لمصلحتنا فمن فضلك موت دلوقتي. وعلى طول بتقوم زقاه من على سطوح المبنى، انما هو ما بيسكتش وعلى طول بيمسك ايديها. وهي بتقول له: وانت
مجنون؟ انت بتعمل ايه؟ سيبني حالا. خلاص انت لو مش عايزه اللي انت تموتي معايا فاسحبيني. سيبني انا مش قادر الا انا امسك. وهما الاتنين على طول بيقعوا من على المبنى وهي بتكون عماله بتصوت وهو بيقول في نفسه انا دلوقتي بقع. بس هو ايه اللي بيحصل ده؟ وعلى طول في باب عملاق بيظهر وبيتفتح وبتخرج منه ايد عملاقه بتمسكه وهو بيقول في نفسه ايه البوابه اللي ظهرت دي؟ مش مهم اي حاجه دلوقتي، المهم ان انا لسه عندي فرصه علشان اقدر ان انا اعيش من خلال البوابه دي. والبنت بتكون بتقع وراه وبتقول هو ايه ده؟ وليه البوابه بتتقفل؟ وهي على طول بتقع على الارض وبتموت. والناس بتقول في بنت وقعت من فوق، بسرعه اتصلوا بالبوليس والاسعاف. وعند تشاو مو بيكون واقع في الارض ومش مستوعب اللي حصل وبيقول انا وقعت من فوق ومع ذلك انا لسه عايش. وبيبص حواليه وبيقول ده نفس الشارع بتاع الشركه بنفس كل حاجه فيه، انما ليه ما فيش اي ناس هنا؟ وساعتها بتظهر له شاشه النظام وبتقول وصل المنقذون الى 10,000. بدأت التجربة وهو ما بيكونش فاهم حاجة وبيقول في نفسه هو الصوت ده اصلا طلع منين؟ تجربة منقذين، هو ايه الكلام ده اصلا؟ وعلى طول في حد بيجي وبيقول له ابعد عن الطريق. وبتكون بنت ماسكة سيف والسيف بتاعها بينور وبتكون بتحارب وحش عملاق وبيكون باين على معركة القوة. وهو بيكون بيتفرج على اللي بيحصل ده وبيقول في نفسه هو اللي بيحصل ده حاجة ممكن لأي إنسان طبيعي اللي هو يعملها. والبنت بتقول له ده هو العالم السري اللي بيخضع فيه متدربين لتجارب الإنقاذ بتاعتهم. هو أنت إزاي قدرت اللي أنت تخش من غير سلطتك الروحية؟ أنت في وحش شيطاني ظهر وراك وكنت خلاص هتموت. فهو بيقول لها شكرا ليك على إنقاذي، بس أنا مش عارف أنا ليه هنا. أنت ممكن تقولي لنا إزاي ممكن أخرج من هنا وأرجع للعالم بتاعي؟ بمجرد ما تدخل لهنا فما فيش طريقة عشان تدخل وتخرج بسهولة، لازم اللي أنت تستنى عقبال ما المهمة تخلص. والمكان ده مليان بالوحوش الشيطانية وهو خطير جدا، إنما في الوقت ده ممكن دلوقتي اللي أنت تمشي معايا. إنما على طول بيجي حد من وراه وبيقول أيتها الأخت الكبيرة، العالم السري مش مكان لأفعال الخير، وبالنسبة لينا احنا المتدربين الخالدين استغفر الله العظيم يا رب بيكون حتى العالم ده خطير علينا احنا. وانت لو عايزة اللي انت تمشي بالعائق ده فانا عاوزك اللي انت تمشي من الفريق بتاعي. وبيكون معاه 2 كمان. يعني انت عاوزني اللي انا اسيبه؟ انما هو بيقاطعها وبيقول لها انا ممتن جدا ليك اللي انت انقذتيني، بس انت دلوقتي لازم اللي انت تشوفي الاولويات اللي في حياتك. حتى لو كنت لوحدي هقدر لا اتصرف علشان افضل عايش. ما تخافيش انا عندي سبب قوي جدا يخليني اللي انا ارجع. وبيكون بيفكر في اخته اللي في المستشفى وسايبها وراه. والولد بيقول حتى البشر اللي زي الصراصير عندهم الجرأة اللي هم يتكلموا. انا بصراحة عندي فضول اشوف ازاي انت هتتفعس لما تواجه اليأس الحقيقي والوحوش الشيطانية الموجودة هنا لوحدك. وهم بيمشوا وبيسيبوه لوحده وبيقول في نفسه مش مصدق اللي هم سابوني لوحدي، ما اعتقدش ان في حد فيهم هيجي تاني بعد كل الكلام ده. انما برغم كل ده البنت سابت لي واحد من السيوف اللي كان معاها، بس انا ما اعرفش ازاي بستخدم السيف. بس عموما مش مهم، هي حاولت اللي تنقذني وتساعدني على اي حال. ودلوقتي الموضوع بيتعلق بيا انا، لازم دلوقتي اللي انا اعمل كل حاجة بنفسي. الضعفاء واليائسين بس هم اللي بيحتاجوا الناس التانية علشان يساعدوهم. وساعتها لوحة النظام تسجيل الدخول بتظهر وبتقول له سجل الدخول النهارده من فضلك علشان تاخد مكافأة رائعة بتاعة تسجيل الدخول. وهو بيقول في نفسه في شاشة غريبة ظهرت في الفراغ وهو على طول بيدوس على مكان انكر هنا للحصول على مكافأة. والنظام بيقول له في اليوم الاول انت هتاخد دلوقتي قوة وحش شيطاني عنده 1000 سنة. انت خلاص حصلت على المكافأة، تقدر دلوقتي اللي انت تشوفها. وهو بيقول في نفسه القوة دي انا حاسس بيها في كل مكان في جسمي، لدرجة ان التعب اللي انا حاسه من امبارح دلوقتي كله اختفى. انا دلوقتي عندي شعور رائع جدا. وفي نفس الوقت ده في العالم الحقيقي بتظهر رسالة من النظام وبتقول تم اكتشاف غزوة جديدة، العالم السري سيتم تفعيله. وصل عدد المنقذين الى 10,000 متدرب علشان يحاربوا غزو الوحوش الشيطانية. سيتم بث العالم السري في العالم الحقيقي وسيكون ذلك مرتبط بمصير جميع الناس. ولو فشلت تجربة المنقذين بعد 365 يوم اللي هي سنة سينزل الملوك على العالم ويمحو البشرية تماما وكل أثر لها. والناس كلها اللي بتكون ماشية بتكون مستغربة ومش عارفة أصلا الصوت ده طلع منين. وحد بيقول هو كله سمع الصوت ده ولا أنا لوحدي؟ والناس بتقول بصوا احنا موبايلاتنا فجأة بقت بتحمل تطبيق لوحدها، وبيكون اسم التطبيق بس العالم السري مباشرة. وفي ناس بتقول لا أكيد اللي احنا بنسمعه ده مش حقيقي، أكيد في حاجة غلط أو نكتة، علشان ده لو ده حقيقي فده معناه إن في عالم تاني واحنا حياتنا دلوقتي بقت مرتبطة في إيد 10,000 واحد المفروض اللي هم اللي هينقذونا، وكان في احتمال ان احنا بعد سنة كلنا نكون اموات. ففي حد تاني بيقول له ايوه بس لسه في منقذين ممكن اللي هم ينقذونا، مش لازم اللي احنا نخاف دلوقتي. والتطبيق بيحمل وبيقول تم التثبيت، مرحبا بيك في تطبيق
البث المباشر للعالم السري. العالم السري هو مجرد مكان منسوخ من العالم الحقيقي وبيتواجد فيه كل المتدربين، وهي عبارة عن طريقة بندافع بيها عن العالم الحقيقي بالعالم السري ده. ولو المتدربين قدروا اللي هم ينتصروا فالكل هياخد فرصة اللي هو يكسب طول العمر وطاقة كبيرة. وساعتها في بنت بتظهر وبتقول اهلا بيكم، انا هي مذيعة العالم السري وانا بنتي افتراضية واسمي هو روري، بس انا هناديها ارنوبة عشان هيكون اسهل ولايق عليها. وانا الاتنين اللي قاعدين جنبي، الاول هو المعلم الاكبر للعائلات الاربعة بقوته الكبيرة جدا، واللي درب عدد كبير من المنقذين بتوعكم. انتوا عندكم اي حاجة تشاركوها مع الجمهور دلوقتي قبل ما نبدأ البث؟ فالولد بيقول قامت عشيرة التدريب بتدريب عدد كبير من الطلاب اللي راحوا العالم السري، ودلوقتي هنشوف النتائج بتاعتهم. بالرغم من الوحوش الشيطانية شرسة جدا، بس المفروض ان تكون النسبة الاكبر لينا احنا في الفوز. فالبنت بتقول ده فعلا خبر كويس جدا، ودي بتكون اشهر بنت في عشائر التدريب. كويس جدا ان انت تطمن الناس ان المتدربين اللي هينقذوهم احتمالية فوزهم كبيرة. والارنوبة بتقول في ميزات في تطبيق العالم السري، وهي ميزات المشاركة. كل حساب من حساباتكم هيكون عنده عدد معين من العملات وهياخدها من المشاهدة كل يوم، وانت تقدر ان انت تستخدمها عشان تدعم بيها المنقذ المفضل بتاعك. والعملات دي تقدر ان انت تزود بيها قوة المنقذ المفضل بتاعك في العالم السري. شكرا لكم على استماعي. دلوقتي انا هعرض لكم لقطات حماسية جدا للمتدربين في العالم السري، خلونا يلا اللي احنا نشوفها. والبث على طول بيفتح على واحد بيعيط وبيقول انا بترجى كسبنا عيش، والناس بتقعد تقول في الكومنتات هو ده المتدرب اللي المفروض اللي هو ينقذنا. والوحش الشيطاني بيظهر وبيكون بياكله على بق واحد، وساعتها ارنوبة والمذيعين بيحبطوا، والارنوبة بتقول خلونا دلوقتي نروح لمكان تاني. اكيد اللقطة جت بالغلط. واول ما البث بيفتح كل واحد عمال بيجري من وحش شيطاني وبيقول الحقوني مش عايز الا انا اموت. والارنوبة والمذيعين بيتوتروا اكتر واكتر وبيقولوا اللي بعده اللي بعده بسرعة. فالمذيعة بتقول واضح ان احنا غلطنا بس دلوقتي علشان ما قدرناش ان احنا نجيب لقطات حماسية من الاول، اكيد احنا هنحل الموضوع ده حالا. والمعلم بيقول في حاجة غلط، المفروض ان بداية العالم السري ما تكونش بالصعوبة دي. وساعتها على طول بتظهر النافذة وبتقول تحذير، تمت زيادة صعوبة كائنات العالم السري في المرحلة الأولى، وسيظهر حاليا وحوش شيطانية في قمة المستوى F وهيكون عمرها 500 سنة. والأرنوبة بتقول ده إعلان جديد في العالم السري. فالمدرب بيقول بخوف وحوش شيطانية عندها 500 سنة دي كارثة. فالمذيعة بتسأله هي الوحوش دي هتكون قوية ولا إيه؟ فالمدرب بيقول لها كل ما زاد عمر الوحش الشيطاني كل ما كان بقى أقوى، وحاليا أقوى واحد من المتدربين موجود عنده بس قوة وحش شيطاني عنده 1000 سنة بس ما عندوش أي خبرة. المفروض إن الموضوع ده ما كانش يحصل، حتى لو كان الوحش الشيطاني عنده 300 سنة فالناس هتتعب جدا عشان تقدر اللي هي تحافظ على حياتها، ما بالك ب 500 سنة. فالأرنوبة بتقول أنا متأكدة دلوقتي يا مشاهدين إن المنقذين بتوعكم بيقاتلوا بكل قوتهم علشان يحافظوا على حياتهم وينقذوكم، فياريت اللي انتوا تدعموهم بسرعة بالعملات اللي انتوا بتاخدوها. وساعتها بنشوف بطلنا وهو قاعد في السوبر ماركت وعمال بياكل ويشرب، ويا روقانك يا أخي بصراحة. يعني كده واحد في عالم شيطاني اللي لسه ما نقول له الموت محوط بيه من كل حتة، وهو قاعد فاتح بيبس وعمال بياكل اندومي وزي الفل. والناس اول ما بتتفرج عليه بتقعد تكتب كومنتات وبتقول هو ده اللي المفروض اللي هو يحافظ على حياتنا؟ ده عمال بياكل ويشرب ولا همه حاجة، ده واضح ان هو مش بيعرف يقاتل ولا اي حاجة. وساعتها الارنوبة والمذيعين اللي معاه بيكونوا خلاص يئسوا من الحياة ومن المتدربين دول. والمذيعة بتقول اكيد الولد ده قوي جدا، يا اما ازاي هيكون مسترخي للدرجة دي؟ فالمدرب بيقول لا ده حتى مش متدرب عادي، ده مجرد بشري، هو اصلا ازاي دخل للعالم السري؟ والناس بتقول في الكومنتات انتوا سمعتوا اللي قاله مدرب؟ المفروض ان الولد ده مجرد بشري عادي وما كانش يدخل للعالم السري، ده حتى مش متدرب جاي من اي معهد للفنون القتالية، بس على الاقل هو مروق دماغه. ايوه بس لو قابل اي وحش روح دلوقتي كان زمانه بطاطس محمرة وانتهى بقاله فترة طويلة. وساعتها بنشوف طاقة شيطانية طالعة من تحت الباب، والناس بتقول احسن لنا دلوقتي اللي احنا ما نضيعش عملة المكافأة بتاعتنا على مجرد ولد عادي زي ده، خلونا بس اللي احنا نتفرج ونشوف ازاي هيموت. والطاقة الشيطانية بتقعد تخرج من تحت الباب، والناس بتقول وحش شيطاني، وهو بيبص على الوحش، وكل الكومنتات بتقول هو خلاص اكيد هيموت اول ما بيشوفوا شكل الوحش الشيطاني.
والمذيعة بتقول هو ايه العالم السري الغبي ده؟ ازاي يجيب مجرد انسان عادي لهنا؟ هو احنا نقدر اللي احنا نخرجه دلوقتي اللي اسمه تشاو مو ده من العالم ده؟ هو اكيد هيموت ويجيب الغلط. فالمعلم بيقول لها هو اتصنع من قبل ناس كبار جدا واحنا ما عندناش السلطة اللي احنا نتحكم في العالم ده زائد ان خلاص الولد ده طلع قدام وحش شيطاني واخشى ان خلاص ما بقاش في امل ان احنا ننقذه، والوحش ده عنده 100 سنة والاتنين بيكونوا مرعوبين على الولد ده خلاص مش هيصمد لاكتر من 3 ثواني، والوحش الشيطاني بيكون خلاص اتجسد بهيئته الكاملة قصاد تشاو، وهو بيقول في نفسه الوحش ده عنده 6 عيون وجسم كبير جدا اكبر حتى من اللي قبله. هو ده اصدار احسن من وحوش واقوى؟ انا المفروض اللي انا عندي قوة وحش شيطاني عنده 1000 سنة بس انا لسه قلقان. هو في العادي المفروض اصلا ان يكون عمر وحوش عادية كام سنة وعلى طول الوحش بيهاجم عليه، انما تشاو على طول بيتفادى الهجمة بتاعته وبيقول في نفسه سرعة الوحش ده بطيئة جدا ممكن اللي انا اراوغه بسهولة. والوحش بيبص في ايده بيقول في نفسه هو راح فين، وتشاو بيقول برضه في نفسه ما ينفعش ابدا ان انا اكون مهمل برغم ان الوحش ده بطيء جدا الا اللي هو يكون عنده نوع من المهارات اللي هي بترد الهجمة بحيث ان انا لو هاجمته بقوة كبيرة ممكن اللي هو يردها عليا. لازم اللي انا اخد بالي تماما وانا بهاجمه، انا لازم اللي انا اختبر النظرية دي بتاعتي دلوقتي. وساعتها بيمسك السيف بتاعه وبيقول دلوقتي انا ممكن ان انا هاجم الوحش ده دلوقتي بالسيف ده، وعلى طول بيهاجم عليه والوحش بيتوتر بيقول ده ضربني وبيكون متوتر جدا، انما فجأة بيفرح وبيقول بس انا سليم، وانما السيف هو اللي بيتكسر وتشاو بيقول في نفسه زي ما توقعت السيف هو اللي اتكسر. الوحش ده بيقدر اللي هو يعكس الضربات كويس، اللي أنا كنت بستخدم دلوقتي السيف مش بستخدم جسمي، ياما كان زمان اللي انا اللي اخدت كل الضرر ده. وبيبص على السيف وهو مكسور وكل الكومنتات بتقول يا معلم مش انت قلت اللي هو مش هيقدر يعيش الا 3 ثواني؟ هو قدر دلوقتي اللي هو يتفادى وكمان يهاجم. وبيكون في كلام كتير قوي عليه، والارنوبه بتقول دي فعلا صدمه كبيره، احنا ما توقعناش ان تشاو ده هيقدر اللي هو يعيش اصلا ويتصدى لكل الهجمات دي. والمذيعه بتقول هو صمد فعلا لفتره طويله، ده حتى ممكن يكون قادر اللي هو يقتله. وساعتها المعلم بيقول انا لازم اعترف دلوقتي ان انا اخطأت في التقييم، انا بعد ما شفت كل ده هو محتمل اللي هو يكون سيد فنون قتالي من المستوى العالي، انما الهجمات بس اللي فيها الهالة هي اللي هتقدر اللي هي تعمل ضرر للوحش ده، بالرغم من اللي هو قادر اللي هو يتفاداه الا اللي هو مش هيقدر اللي هو يعمل له اي هجمات. ودي كان معركة من طرف واحد وتشاو ما عندوش اي امل بالفوز طول ما هو بس بيتفادى الهجمات، لانه اكيد هيتعب في لحظة وفي هجمة في يوم هتيجي فيه. وتشاو بيقعد اللي هو يتفادى الهجمات وبيقول في نفسه لا انا ما اخدتش بالي من المكان اللي انا نزلت فيه، ودلوقتي انا محشور في زاوية ومش هقدر ان انا اهرب منها. وما بيكونش عنده اي طريقة علشان يهرب وبيكون واقف قصاد الوحش الشيطاني وبيقول في نفسه دلوقتي لازم لا اغير واعمل اي حاجة علشان ابعد الوحش الشيطاني ده عني واقدر ان انا اغير المكان. انا لو قدرت بس اللي ابعده خطوة واحدة هقدر ان انا اهرب من الزاوية دي. وبيبدأ اللي هو يستخدم كل قوته وبيظهر اضاءة كبيرة جدا وهو نفسه ما بيكونش فاهمها، وبيقول في نفسه هو مش المفروض ان انا اقوى من الوحش ده بحاجة بسيطة، انما على طول الوحش بيتبخر من كمية القوة اللي موجودة فيه. فهو بيقول في نفسه تقريبا انا كنت غلطان ان الوحش ده من المستوى الضعيف، يا اما ما كانش هيتبخر كده. وكل الكومنتات بتقول هو مش المدرب قال اللي هو ما عندوش اي فرصة عشان يقدر اللي هو يهزم الوحش ده، وان هجمات الهالة هي الحاجة الوحيدة اللي هتقدر اللي هي تأثر فيه. والناس كلها بتقعد اللي هي تشجعه في الكومنتات، يعني يا بخته بصراحة بحسده، لو انا باخد ربع التشجيع بتاعه في الكومنتات بتاعتي كان زمان اللعبة نزل لكم 10 فيديوهات في اليوم. ها نحس على دمنا شوية ونكتب لي كومنت حلو. وساعتها بتظهر نافذة النظام وبتقول تشاو انت مشاهدين عمالين اللي هم بيدوا لك عملات المشاهدة بتاعتهم، وانت حاليا اخدت اكتر من 5000 عملة واللي هتزود من قوتك بنسبة 50 نقطة. وهو بيقول ده صوت النظام ده مرة كمان، والناس دلوقتي عمالة اللي هي بتمنحني العملات بتاعتها، المفروض اللعبة بقت اقوى بس انا مش قادر ان انا احس باي حاجة من الموضوع ده. وساعتها بتظهر تاني قدامه نافذة النظام وبتقول له اشعار مهم قوتك الحالية هي 10000 واكتر من 50 نقطة. وبنروح بعد كده للشركة وفي موظف وبيقول يا مدير في اخبار وحشة، كارثة يا مدير، الموظف اللي اسمه تشاومو هو دلوقتي في بث مباشر. فالمدير بيقول له ايه اللي فيها، انت ليه اصلا قلقان كده؟ لا انت مش فاهمني يا مدير، ده في بث مباشر في العالم السري، هو راح لهناك خلاص، هو دلوقتي تم اختياره للعالم السري وقدر اللي هو يروح لهناك، وانا كمان متابعه وهو قدر دلوقتي اللي هو يقتل وحش الشيطاني. طب مين اللي هيشيل مشكلة متنزه التسلية ده؟ زائد اللي هو ممكن يعوز ينتقم مننا. فالمدير بيقول له انا عارف كل الكلام ده، هو مش عندنا موظفة ماتت النهاردة من على سطوح الشركة ممكن اللي احنا نشيلها كل المسؤولية، ده زائد ان انا عاوزك تدفع كل النفقات الطبية لاخت تشاومو، انا عاوز حاليا اللي احنا نرضيه. فالحارس بيقول له يا مدير
هو انت فكرت ان اصلا تشاو مون بعد دلوقتي ما راح للعالم السري ممكن ما يعوز اللي هو يشوفنا تاني؟ فالمدير بيضحك وبيقول له هو انت فاكر ان السبب اللي مخليني عاوز اللي انا ارضيه اللي انا خايف منه هو مجرد حشرة ممكن اللي انا ابعت له كام واحد وهم يقدروا اللي هم يدمروه وهو جوه العالم السري، وهو يا دوب قدر اللي هو يقتل وحش شيطاني عنده 100 سنة. وحتى لو كده وكان متدرب في العالم السري الموضوع ده مش هيأذينا في حاجة، انا هقدر اللي انا اتعامل معاه واخليه يندم لو ما وافقش اللي هو يكون معايا. وبنشوف الارنوبة وبتقول عدت ساعة من ساعة ما بس العالم السري اتفتح، ودلوقتي المتدربين واضح اللي هم بقوا احسن شوية وقدروا اللي هم يتكيفوا على الوضع وقادرين اللي هم يتعاملوا مع الوحوش الشيطانية ويبدأوا اللي هم يهزموها. وعشان كده بقول لكم تاني يا ريت ان كله يستخدم عملية المشاهدة اللي معاه ويدعم المنقذ المفضل بتاعه علشان يقدر اللي هو يساعدهم ويدعمهم في القتال بتاعهم. والمذيعة بتضحك وبتقول انا شايفة فعلا تشاو مو هو عبارة عن معجزة حصلت عشان يقدر اللي هو يتعامل بالشكل ده، والمعلم ما بيكونش عارف يقول ايه وبيقول لا سيبيني في شأني، انا ما بقتش عايز خلاص اللي انا اهزر دلوقتي او اعلق على حاجة. هو بصراحة شكله وحش قوي، كان كل شوية يقول مش هيعرف يعمل حاجة ده هيموت في خلال 3 ثواني، وفي الاخر تشاو مو هو اللي كسب. وبنشوف بعد كده ولد بيكون عمال بيقاتل بالسيف بتاعه وحش شيطاني عملاق، وبتكون باينة قوة الولد العملاقة وبيقدر اللي هو يفجر راس الوحش، والكومنتات بتقعد تقول الولد ده قوي جدا ده قدر اللي هو يفجر راس الوحش بسهولة وبيكون اسمه بايمون. وفي عدد كبير من الناس عمالين بيشجعوه وبيقولوا الولد ده قوي جدا، انما الكومنتات بتكون عمالة بتحذره وبتقول له بص وراك بسرعة. وبالمناسبة المتدربين ما يقدروش اللي هم يشوفوا الكومنتات، والولد بيقول في نفسه واضح ان الوحش ده عنده قدرة شفائية عالية، واول ما بيبص لوراه بيلاقي ان الوحش قدر اللي هو يجدد نفسه وبيهاجم عليه، وهو بيقول في نفسه انا لازم اكون حذر اكتر بكتير دلوقتي، الموضوع ده هيكون رخم قوي. فهو على طول بينط في الهواء بيستخدم ضربة انقطاع الجبل وبينزل عليه وبيحصل انفجار كبير جدا في المكان، وتشاو مو بيكون قاعد بياكل شيبسي عادي جدا وبيتفرج عليه وبيقول الانفجار ده حلو قوي ده احسن من المؤثرات البصرية اللي احنا بنشوفها في افلام مارفل وهوليوود، وبيكون باين عليه اللي هو مندمج قوي ولكنه عمال بيشوف حلقة انمي، وبيقعد ياكل شوية يشرب شوية. والولد في الناحية التانية بيكون عمال بيستخدم كل قوته وقدراته، والكومنتات بتقول هي نقاط صحة الوحش الشيطاني ده فيها غلط ولا ايه؟ ده تعرض لهجوم شديد جدا حوالي 10 مرات ومع ذلك هو لسه عايش، والولد ده عمال بيعمل انفجارات كبيرة ومع ذلك الوحش لسه ما ماتش. والأرنوبة بتيجي وبتقول هو ليه الوحش الشيطاني ده ما بيتهزمش؟ هو فعلا ما بيتهزمش زي ما الناس بتقول ولا في خلل في نقاط الدم بتاعته؟ فالمعلم بيجي وبيقول الوحش الشيطاني ده قوي جدا وهو من أرخم الوحوش الموجودة بسبب قدرة تعافيه الكبيرة جدا والسريعة، والوحش ده مش هيموت الا لما يعمل ضربة قاضية يقدر اللي هو يدمره بيها كله مرة واحدة. والموضوع ده بيحتاج اكتر من واحد يكونوا في نفس المستوى عشان يقدروا اللي هم يحاربوه في نفس الوقت ويقتلوا النوع ده من الوحوش لانه من النوع الرخم. وبرغم ان الولد ده مهاراته مش وحشة خالص وقوته كبيرة واحنا مش عارفين هو جاي من انهي طائفة، بس هو مذهل جدا لان المهارات اللي هو دلوقتي مظهرها ما تقلش عن الطوائف الاربعة العظام. لو كان موجود في الازمنة القديمة في الوقت اللي كانت الطاقة الروحية فيه كبيرة جدا كان ممكن اللي احنا ما نعرفش نعد الانجازات بتاعته، انما للاسف دلوقتي انا شايف اللي هو يخسر حياته وهو بيكون واقف ومش راضي اللي هو يستسلم، وبيقول في نفسه انا خلاص قدرتي على التحمل هتخلص، هو انا فعلا هموت هنا؟ وبيكون متعصب جدا وبيقول في نفسه لا انا مش عايز اللي اصدق ده، انا دلوقتي استخدمت كل حاجة واستخدمت كل الفلوس اللي معايا علشان اتدرب اكتر، وفي الاخر عيلتي قالت لي ان انا غير مؤهل وما امتلكش القوة الكافية، وبعد كده مسكت سيفي وعملت لنفسي مساري الخاص واخدت الفرصة دي علشان اكون متدرب في العالم السري واكون واحد من المنقذين، واشتغلت كتير جدا على نفسي عشان توصل مهارة السيف بتاعتي للحد ده، فانا مش هسمح ان انا اموت النهاردة. وهو بيطلع كل الطاقة اللي عنده وبيقول في نفسه انا عارف ان مخاطر التقنية دي كبيرة جدا اللي انا عايز استخدمها وممكن توصل لموتي، بس انا لو ما استخدمتهاش دلوقتي هستخدمها امتى؟ وهو على طول بيهاجم على الوحش بكل طاقته وبيقول ضربة التماثيل ال1000، وبيحصل انفجار عملاق في المكان، وتشاو مو بيكون كل ده عادي لسه عمال بيتفرج وبياكل شيبسي، وبيقول في نفسه تأثير التقنية دي كبير قوي، واضح اللي هو كان مخبي قوته، يعني انا نفسي بس كده يكون عند اهله شوية دم ويقوم يساعد الولد اللي بيموت هناك ده لو ينفع يعني بعد اذنه. فالباشا بيتحرك وبيقول انا ليه بطلت اللي انا احس باي حركة هناك، خليني كده لما اروح واشوف اللي بيحصل، يعني الحمد لله بقى عنده شوية فضول ماشيينه الكفاية، المهم اللي هو اتحرك من مكانه. ولما بيروح لهناك
بيقول يا اخ هو انت كويس؟ والولد بيكون واقع على الارض وباين عليه التعب الشديد وبيقول ايوه انا كويس، الموضوع خلاص خلص، انا قدرت ان انا اهزم الوحش الشيطاني ده. انما هيهات يا ولد، الوحش بيكون قدامهم زي الفل وبيبص لهم، والولد بيقول لا ازاي الوحش ده ليه ما ماتش؟ والوحش بيبدأ اللي هو يعمل تقنية ويهاجم عليهم، وتشاو بيجي وبيقول خد بالك، وعلى طول بيقف قصاده ويا دوب بيرفع ايده بيقدر اللي هو يصده، وبيقول له معلش انا ما قدرتش لا اسمعك بوضوح، هو انت كنت بتقول ايه؟ والولد بيكون في حالة صدمة وبيقول انا اسف جدا على اسلوبي معاك، واضح ان انت قوتك مش قليلة خالص، دي ممكن اللي هي تكون على الاقل متعادلة مع قوتي، واضح ان في ناس مخفية في العالم ده اقوياء جدا زيك بالظبط، وانا دلوقتي محظوظ جدا ان انا قابلتك. وبيكون اصلا الوحش اتدمر في ثانيتين مكان من الاول، يعني كان لازم اللي انت تخلص فطارك وانت تروح تنقذ الولد بعد كده تفطر براحتك. بقول لكم انا بقول لكم من دلوقتي انا شايف ان البطل ده ما عندوش اي دم وهيعصبنا كتير في المانجا دي، فنعديله مع بعض عشان ما حدش فينا يتغلط. والسيف بيقول احنا لو كنا اشتغلنا مع بعض من الاول كان زمان اللي احنا قدرنا نهزم الوحش الشيطاني ده بسرعة كبيرة. فتشاو بيقول له هو مش الوحش الشيطاني ده خلاص مات؟ لا ما ينفعش اللي انت تقلل من حذرك، ده نوع خبيث جدا من الوحوش، الموضوع مش هيكون سهل اللي انت تقتله، لو عايزين اللي احنا ناخدها بالعدد فاحنا هنحتاج على الاقل ل4 متدربين من نفس المستوى بتاعنا، انما ممكن لو احنا الاتنين وحدنا قوتنا نقدر اللي احنا نخلص عليه. وهو بيقول انا خلاص دلوقتي جسمي وصل لحدوده، لازم ان انا اخلص الموضوع ده في ضربة واحدة، مش عايزين اللي احنا نكون فريسة للوحوش الشيطانية اللي هنا. فتشاو بيقول له معك حق، ومقارنة بيك فانا فعلا مش حذر خالص وانا موافق على اقتراحك. هو بيبص له بيقول له تمام جدا، خد دلوقتي وضعيتك علشان نبدا اللي احنا نتعامل مع الهجوم بتاعه. وهو بيبدا اللي هو يغذي السيف بتاعه بالطاقه وبيقول له احنا لازم نهجم في نفس اللحظه، اجهز بسرعه، معانا تقريبا حوالي 5 ثواني قبل ما الوحش ده يبدا في التجدد. وبيستخدم تاني ضربه ال1000 تمثال، انما تشاو بيكون واقف زي العبيط وبيقول هو احنا دلوقتي المفروض مستنيين ايه؟ وايه الوضعيه اللي انا المفروض اقف فيها؟ هو قال لي ان انا اجهز واقف في وضعيه، بس انا ما عنديش وضعيه اصلا، يعني انا المفروض اعمل ايه؟ بقول لك يا نهار بشكل طبيعي وخلاص، انا مالي اصلا، عايز ارجع افطر. وبتعدي ال5 ثواني وبعد كده 20 ثانيه ودقيقه، وتشاو بيبدا اللي هو يزهق وبيقول له واضح ان وحش دم مش هيتجدد، هو احنا لازم اللي احنا نفضل مستنيينه؟ فالولد على طول بيبدا اللي هو يكح دم. هو انت مالك، انت ليه بتكح الدم ده؟ لا لا انا كويس، انا بس عندي مشكله ان انا افضل في حاله التحفز دي لفتره طويله، الموضوع بيكون صعب جدا على جسمي، بس انا كنت تمام اول ما ارتاح شويه. وبيقول في نفسه هو الولد اللي جنبي ده قدر فعلا اللي هو يقتل الوحش الشيطاني ده اللي انا قعدت كتير جدا احاربه وما قدرتش عليه، هو قدر اللي هو يهزمه بمجرد اللي هو حرك ايده في ثانيه واحده. هو ازاي عنده كميه القوه دي؟ ده كان اقوى مني بكتير جدا، هو اكيد كان راجل عظيم قبل ما يدخل العالم ده. صحيح انا كنت عمال اللي انا متحفز للوحش ده اللي هو يتجدد لدرجه اللي انا نسيت الاثار الجانبيه لمهاره ال1000 تمثال، وبيبان عليه اثار التعب وبيبدا اللي هو ينزف من كل حته. وبيقول انا دلوقتي اللي اللي كان موجود جوه جسمي بقى في حاله هيجان، وبتكون الطاقه عماله بتطلع منه من كل حته. وبيقول انا مش عايز ان انا اموت، انما بيحصل انفجار كبير والولد بينفجر، وتشاو على طول بيتجنب المكان ده وبيقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو مش الولد ده كان كويس من شويه وكان بيكلمني، هو ليه انفجر؟ ده حتى الرماد بتاعه ما بقاش موجود، والوحش الشيطاني كمان اختفى، انا ما اخدتش بالي اصلا ان الوحش الشيطاني جدد نفسه وهاجم علينا، واضح ان انا فعلا قللت من الحذر بتاعي جدا. هو قاعد يتظاهر اللي هو ميت ودلو هاجم الولد وهرب، والناس بتقول في الكومنتات هو ايه اللي حصل ده؟ الوحش الشيطاني ما جددش نفسه، طب ليه السياف ده انفجر وضحى بنفسه على الفاضي؟ وواحد من الكومنتات بيقول اللي كان بيتريق على تشاو مو هو فين دلوقتي؟ انا ليه مش شايفكم؟ ولا عشان بقى عظيم دلوقتي ما سامع اي حد بيتريق عليه؟ والمذيعه بتقول دي فعلا نتيجه ما حدش قدر اللي هو يتوقعها، الشخص اللي اتقال عليه اللي هو الاضعف وهيموت في 3 ثواني قادر دلوقتي اللي هو يطلع كميه الطاقه الهائله دي ويهزم وحش زي ده بمجرد تلويحه من ايده. هو انت ايه رايك فيها يا معلم؟ فالمعلم بيبص لها وبيقول لها السياف كان طبيعي اللي هو يموت لانه ما كانش خلاص مهتم بحياته، وكان بيستخدم مهاره من اثارها الجانبيه صعبه جدا وكانت معديه حدود الجسم البشري بتاعه، وده اللي ادى لانفجاره في النهايه. انما بالنسبه لتشاو مو فهو بيفكرني بطائفه تدريب خاصه جدا مفقوده اسمها صقل الجسم،
كانت بتحاول اللي هي تقلد نوع معين من انواع الوحوش الشيطانية. الطوائف العادية بتحاول اللي هي تلاقي طريقة يندمجوا فيها مع السماء والارض، وساعتها يمتصوا اللي تشي من كل مكان، وساعتها يحطوا كل الطاقة دي في جسمهم ويخلوا كل القوة المدمرة دي يستخدموها في لحظة واحدة. بس ما فيش جسم يقدر اللي هو يستحمل كل القوة دي. انما بالنسبة لطائفة صقل الجسم، هم بيقرروا اللي هم يحطوا طاقة نقية تماما لجوه جسمهم، فعشان كده هم ما يقدروش اللي هم يستخدموا القوة اللي بيتمتع بيها جسمهم. وبالرغم ان الموضوع ده بتكون فوائده كتيرة جدا وبيكون اسرع بكتير من طرق التدريب العادية، الا ان كمية القوة دي مش هيقدر يوصل لها حد الا وحش عنده 1000 سنة. وبسبب ان عدد الناس اللي كانت بتستخدمها قليل جدا بسبب مخاطرها العالية، فنوعية التدريب دي تقريبا اختفت، لان استخدام القوة النقية لوحدها من غير اي حاجة تانية بتكون صعبة جدا، خصوصا من غير التشي. وعلشان كده دلوقتي انا شايف ان تشياو مو ده هو كان عند تلميذ من طوائف صقل الجسم اللي اختفت من زمان، والمدير بيكون قاعد بيتفرج على اللي بيتقال ده وبيقول تشياو مو قتل الوحش، المفروض على الاقل ان 4 يقتلوه مع بعض ومن طائفة صقل جسم. هو ايه الكلام ده؟ والوحش اللي قتله عنده 300 سنة اصلا. وبيجي ساعتها حارس وبيقول سيدي، هو انت مش قلت لي ان انت هتقدر تتعامل مع تشاو مو لو انت عايز وتبعت له ناس يقتلوه؟ ده يعني المفروض اللي هو مجرد ولد جاي من طائفة صقل جسم وامكانياته قليلة، المفروض اللي انت ما تقلقش منه. فالمدير بيقول هو انت غبي؟ انا كنت بالكتير جدا هبعت له شوية ناس وكانوا في احسن الاحوال كلهم هيوصلوا لقوة وحش شيطاني عنده 1000 سنة مجتمعين مع بعض. بس انت نسي اللي المعلم لسه قايله من شوية، على اقل جدا لازم علشان حد يتدرب في طائفة صقل الجسم محتاج تكون قوته وحش شيطاني عنده 1000 سنة، وهو دلوقتي يقدر اللي هو يقتل وحش شيطاني عنده 300 سنة بضربة واحدة وكأنه بيهش دبانة. مفيش اي حد ممكن لا يتحمل تكلفته هيكون عنده القوة دي علشان يقدر اللي هو يقتله. فالحارس بيقول له من فضلك يا مدير اهدى شوية، كل ما بتظهر اي مشكلة بقول ان مستحيل ان حد يحلها، وانت بتيجي وبتقدر ان انت تلاقي لها حل بسهولة، واكيد الموضوع ده مش هيختلف دلوقتي وهتقدر ان انت تحل كمان المشكلة دي. فهو بيقول له مش تمام فعلا، انا وضعي لسه مش بالسوء ده. السيد الشاب التالت لعائلة لي هو ساعد في مشروع حديقة التسلية، ممكن اللي احنا نشيله مسؤولية المشروع ده. احنا محتاجين دلوقتي اللي احنا نعمل بس اي حاجة عشان نكسب شوية وقت. دلوقتي انا عاوزك علشان تعمل مهمة بالغة الاهمية. انت دلوقتي لازم تروح للمستشفى وتخطف اخت تشاو مو، هي رهينة مهمة جدا. مفهوم ايها المدير؟ وانا اكيد هكون عند حسن ظنك. ماشي. وكمان دلوقتي بلغ كل موظفين الشركة اللي هم يروحوا ياخدوا يوم اجازة. فالحارس بيتصدم وبيقول يا مدير، انت عارف ان الشركة بتاعتنا دلوقتي مش كويسة ومع ذلك انت عايز دلوقتي اللي احنا نفضيها؟ لا ما تقلقش، الموضوع مش كأن اللي انا عايز اقفلها او منها، انا بس مش عايز ان تحصل مشاكل كتيرة دلوقتي من غير سبب. انا ضحيت بحاجات كتيرة جدا عشان اقدر ان انا اوصل لهنا. اي نعم كانت حاجات صغيرة انما كان لازم ان انا اضحي بيها كل مرة كنت عايز ان انا اترقى، لدرجة ان انا اضطريت ان انا ما اروحش الجامعة واضحي بالموضوع ده. فانا استحالة ان انا اضيع كل ده بالسهولة دي. انا لازم ان انا اول اوصل للقمة وابص على كل الناس من فوق ونرجع للعالم السري. وفي ولد بيقول كله يهرب بسرعة، وبيكون في وحش شيطاني وراهم وعمال بيهاجم عليهم. والبنت اللي انقذت تشاو بتكون موجودة وباين عليها التعب وبتقول ماتوا كل اصحابي ماتوا، قالوا لي مش هنحتاج لقطرة عرق واحدة علشان نهزم الوحش ده، احنا كلنا مستوانا عالي هنقدر ان احنا ننقذ العالم. كات بكله كات، ما كانش لازم ان انا اصدق كل الكلام ده. هو امتى الكابوس اللي احنا فيه ده كله هيخلص؟ وبتكون واقفة وخلاص شكلها هتموت وتعيط وبتقول بنستخبى بالنهار وبنستخبى بالليل، اهم حاجه اللي احنا نفضل عايشين. انما بيجي تشاو مو من وراها وبيقول لها يو، وهي بتتخض وبتلف له وبتقول له هو مش انت الشخص اللي انا قدرت ان انا انقذه في بدايه العالم السري؟ هو انت ازاي لحد دلوقتي عايش؟ يخرب بيتك ده انت جامد. لا انا اسفه مش قصدي ان انا اشتمك، الموضوع بس اللي انا مصدوم علشان دلوقتي شايفاك لسه عايش في العالم الخطير ده، خصوصا مع كميه الوحوش الشيطانيه الكبيره اللي ظهرت، فانا عارفه ان الموضوع كده هيكون صعب عليك. فهو بيقول لها انت بس ممكن تقولي لا محظوظ شويه. صحيح انا ممتن جدا للسيف اللي انت اديتهولي بس هو للاسف اتكسر مني. صحيح هو بقيت اصحابك فين؟ فهي بتقول له كله مات، كانوا عاوزين اللي هم يكونوا ابطال عشان ينقذوا العالم انما خلاص كلهم راحوا. احنا المتدربين اللي جايين من طوائف غير معروفه مهما تعبنا ومهما اتدربنا مش بنكون قد اللي جايين من الاربع طوائف الرئيسيه. انما بالنسبه لتهديد الكائنات الشيطانيه دي فاحنا مجرد الغدا بتاعهم. هو بيقول لها فعلا قوه الكائنات الشيطانيه دي كبيره جدا. ما عداش وقت كتير ومن شويه
شويه كنت واقف مع حد انفجر تماما لدرجه ان حتى الرماد بتاعه ما بقاش موجود، وما قدرتش حتى ان انا اشوف الهجمه بتاعه الوحش الشيطاني ده. فالبنت بتقول له طب ايه رايك ان احنا نبدا نمشي مع بعض من دلوقتي؟ ممكن ان احنا نلاقي مكان امن نستخبى فيه عقبال ما الاقوام من الطوائف الرئيسيه يقدروا اللي هم يخلصوا الاختبار ده، وبعد كده نقدر ان احنا نرجع للعالم الطبيعي بتاعنا، وانا هبذل كل جهدي عشان اقدر ان انا احميه. والناس بتقول في الكومنتات هي البنت دي بتهزر، هي عايزه اللي هي تحمي تشاومو، هي مش عارفه اللي هو اقوى واحد موجود، حد يفوقها من فضلكم. وحد تاني بيقول هو تشاومو لحد دلوقتي مش قادر يعرف ان سبب وفاه السياف اللي كان معاه هي المهارة اللي كان بيستخدمها، مش وحش شيطاني. هو كل ده فاكر ان الوحش هو اللي قتله. وبيقعدوا اللي هما الاتنين يمشوا مع بعض في المدينة، والبنت بتقول المفروض من كمية المشي اللي انا مشيته المنطقة دي تكون امنة شوية. فهو بيقول لها انا حاسس ان انا سامع صوت في مكان قريب. فهي بتيجي تقول له صوت ايه، انما ما بتكملهاش، وبتلاقي وحش شيطاني ظهر جنبها، وهما الاتنين على طول بيجروا، وبيقول لها اوعى اللي انت تبص وراك يجري على طول. فهي بتقول له خلينا اللي احنا نخش لاي مبنى كبير بسرعة، هنقدر هناك اللي احنا نهرب منه بسرعة. انتي بتهزري، احنا لو دخلنا لاي مبنى مش هيكون عندنا اي مكان تاني عشان نقدر ان احنا نهرب منه. ما تخافش، انا واجهت النوع ده من الوحوش الشيطانيه قبل كده وقدرت ان انا اهرب منه بالطريقه دي، صدقني. بس صعب دلوقتي اللي انا اصدقك، انت قلتي لي من شويه ان المنطقه دي المفروض ما يكونش فيها وحوش شيطانيه من القوه دي. فهي على طول بتقوم شايلاه. لحظه لحظه، وانت بتعملي ايه؟ ما عنديش وقت علشان اوضح لك. وبتبدا اللي هي تجري بيه، حط بس ثقتك فيا. وبيخشوا هما الاتنين لمبنى، وبيقول لها فعلا انت معاكي حق، الوحش الشيطاني ما قدرش اللي هو يجي ورانا لهنا، وقاعدين دلوقتي اللي احنا نهرب منه. انا اسف علشان ما كنتش مصدقك. فهي بتقول له الوحش ده عنده عيون حاده جدا وان بصره قوي جدا، انما احساسه باللمس والسمع ضعيف جدا، فاللي احنا نخش مبنى كبير زي ده يخليه اللي هو يعرف مكاننا دي حاجه صعبه جدا بالنسبه له. بس ما ينفعش برضه اللي احنا نقلل من الحذر بتاعنا. خلينا دلوقتي اللي احنا نروح لطابق اعلى ونستنى فوق 10 دقايق وبعد كده نهرب من هنا. ماشي تماما، هسمع كلامك. واحنا داخلين لمحت خريطه المبنى والسلالم من هنا. فهي بتقول له لا انا عاوزه اللي احنا نركب الاسانسير. فالولد بيبص لها وبيقول لها اسانسير. فالبنت بتقول له واضح ان انت مش عارف العالم السري هو نسخه مطابقه تماما للعالم العادي، وكمان منظومه الكهرباء والطاقه كلها شغاله وموجوده، وعشان كده الاسانسير هيكون شغال بشكل طبيعي. طب هو احنا مش هيكون عمل لنا اللي احنا نمشي على السلالم بدل ما نطلع في الاسانسير؟ هو بصراحة معاك حق اللي احنا نمشي على السلالم، الموضوع ده هيكون أأمن، بس انت لازم تحس برضه بيا شوية. انا بجري بقالي كتير وده زائد اللي انا كنت شايلاك، وانت مش عارف انت تقيل ازاي، يعني خلي عندك شوية دم. انا شلتك كل المسافة الطويلة دي وانا تعبانة قوي ومش قادرة دلوقتي اللي انا امشي ولا خطوة تانية. فهو بيقول لها مين كان عارف ان المتدربين هيكون عندهم زي قدرة التحمل الضعيفة دي؟ انا كنت متوقع منكم اكتر. لا انا خلاص مقتنع ان البطل ده ما عندوش اي دم، محدش يكلمني فيه تاني. طب انت لو مسكتش انا هموتك حالا. احنا لو ركبنا دلوقتي الاسانسير مش هنخسر حاجه، والاسانسير هو المصعد للي مش مصريين. على العموم مفيش اي وحش هيكون اتعلم ازاي يركب الاسانسير، هم مش اذكياء كفايه عشان يعرفوا هو ازاي بيشتغل. وهي اول ما بتدوس عليه وبتسحبه، فاول ما بيوصل الباب بيتفتح بيلاقوا كده حبه جثه زي العسل موجوده جوه. فهو بيقول لها لا واضح ان في وحش شيطاني ذكي كفايه اللي هو اتعلم ازاي الاسانسير بيشتغل. بس لحظه واحده، انت شايفه الجروح بتاعت الناس دي هي من الوحش الشيطاني اللي كان بيجري ورانا؟ لا، الجروح دي من وحش شيطاني مختلف. لحظة واحدة، المبنى ده ممكن يكون عبارة عن مستودع للوحوش الشيطانية. ده حتى ممكن يكون الموضوع أسوأ من مجرد الوحش اللي كان بيجري ورانا. المبنى ده ممكن يكون كله عبارة عن فخ كبير واحنا دخلنا ليه برجلينا. واضح ان وحش الشيطان اللي كان بيجري ورانا كان هدفه فعلا اللي هو يصطادنا ويستدرجنا لهنا. احنا لازم نخرج من هنا بسرعة عشان احنا لو اتحصرنا منهم اكيد احنا هنموت. ماشي، احنا لازم دلوقتي اللي احنا نلاقي مكان واسع عشان نقدر اللي احنا نستخبى فيه ونهرب بعد كده. وبيبدأ اللي هو يجري وبيقول لها اجري ورايا، وبيخشوا الأوضة كبيرة فيها مكاتب كتيرة، والوحش بيخش وراهم بيكون عمال بيضحك وبيقول في نفسه وقعوا في الفخ بتاعي وهاكلهم. وهما الاتنين بيكونوا مستخبيين تحت مكتب وبيقولوا كانت فكرة كويسة فعلا ان احنا نستخبى هنا. هو كان مش قادر اللي هو ولا يسمعنا ولا يشوفنا. الوضع لحد دلوقتي مستقر، والناس بتقول في الكومنتات لازم الوحش الشيطاني ده يهرب دلوقتي يا اما هيتعمل بطاطس محمرة على ايد تشاومو. بس غريبة ان تشاومو عمال دلوقتي بيتصرف كأنه مجرد ولد عادي برغم قوته الكبيرة دي. والوحش بيبدأ اللي هو ينشر عيونه في كل حتة وبتكون عين فوقيهم بالظبط. والبنت بتقول له خلي بالك ما تخليش العين دي اللي هي تشوفك. ماشي تمام. وهي بتقول له هو لو شافنا فانا هبذل كل قوتي علشان اقدر اللي انا شتيته لشويه، وانت ساعتها لازم تنتهز الفرصه وتهرب من المكان. هو انا ما عنديش مانع، بس انا ممكن اللي انا برضه اساعدك. انا هزمت وحش شيطاني برغم اللي هو كان ضعيف، الا اللي انا مش هكون مجرد عائق بالنسبه لك واقدر اللي انا اساعدك. فالبنت بتقول له ما تحاولش اللي انت تتصرف كانك قوي، وانا برضه مش عاوز اللي انا
اضحي بنفسي، انا بعد ما شتيته لكام ثانيه وانت تهرب هحاول ان انا اهرب وراك. فهو بيقول لها ما تخافيش عليا، انا هقدر ان انا اتصرف مع نفسي. انما فجاه هو بيحس بحاجه وبيقول لها ما تقوليش اي حاجه دلوقتي، انا حاسس ان في وحش بيقرب مننا. فهي بتقول له واضح ان حاسه السمع اللي عندك قويه جدا يا اما مشتته، علشان مش سامعه اي حاجه. انت لو اشتغلت مع الوحش الشيطاني ده هتقدروا اللي انتوا تشوفوا وتسمعوا على الاقل في محيط 1000 متر وهتكونوا ثنائي عظيم. فهو بيبص لها وبيقول لها هو ده وقت اللي انت تهزري؟ انا ممكن دلوقتي لا اتحرك عشان خطواتي خفيفه قوي. لا انا رايي بلاش، انا رايي نقعد نستنى ونقعد هنا نهزر ونضحك عقبال ما الوحش يمسكنا ونشوف ايه اللي هيحصل فوق. فهو بيقول لها انت عارفه ما عنديش مانع، خلينا فعلا اللي احنا نقعد هنا، كلامك منطقي بالنسبه لي. وفي وحش تاني بيوصل والبنت اول ما بتحس بيه وبتشوفه بتترعب وبتقول في نفسها احنا خلاص هنموت، الوحش ده انا مسميه الضفدع وعمره ما يقلش عن 300 سنه. والوحش بيحط حرفيا ايده فوق راسهم وهي بتكتم نفسها وبتقول هو احنا المفروض ازاي نستخبى منه. والوحشين بيكونوا جنب بعض والناس في الكومنتات بتكون متحمسه جدا وبيقولوا الموضوع عامل كانه فيلم رعب. ففي حد تاني بيرد عليه وبيقول له واضح ان انت بتهزر، افضل لاعب دلوقتي مستخبي جنب وحشين بالشيطانيه دي، الفيلم الرعب ده للوحوش مش للبني ادمين. وانا شايفه كده وهو عمال بيستخبى بجد من الوحوش الشيطانيه عمال بضحك. والناس بتبدا اللي هي تراهن على عدد الضربات اللي الوحش ده هيموت بيها. وعند الوحش بيقعد اللي هو يمد عيونه في كل حته وبيكون حرفيا فوق تشاو وبيشوفهم اخيرا وبيقول اها، وبلغه الوحوش دي معناها انا لقيتكم. انما ايد الضفدع بتتمد وبتمسك الوحش ده وبيبداوا اللي هم يتكلموا بلغه الوحوش وبيقول له هو انت ليه حاطط ايدك على راسي؟ الموضوع ده مخوفني. فالتاني بيرد عليه وبيقول له لولا اللي انت ضعيف ما كنتش احتجت اللي هو احط ايدي على راسك. الولد اللي موجود تحت الترابيزه ده قدر اللي هو يقتل الوحش العظيم اللي عنده 300 سنه اللي بيجدد نفسه بضربه واحده. احسن لنا نتصرف دلوقتي كاننا ما شفناهمش اصلا علشان نحافظ على حياتنا. فالوحش بيقول له بجد؟ طب خلينا اللي احنا نجري فورا، انا ما يهمنيش انت هتجري ولا لا بس انا همشي حالا. طب استناني انا جاي وراك. وبيكونوا كل ده قالوه بلغه الوحوش. فتشاو البنت الاتنين ما فهموش حاجه ويو بتقول له اتشاو صوت الاتنين دول ما بقاش موجود، شكلهم راحوا دلوقتي المكان تاني. والاتنين اخيرا بيخرجوا والبنت بترتاح وبتقول كويس جدا، كنت خلاص فاكره ان احنا هنموت دلوقتي ومش هنعرف ان احنا نهرب. وواحد في الكومنتات بيقول ليه بقى كنت فاكر ان انا دلوقتي هعرف اشوف معركه حماسيه ما بين تشاو مو والوحوش الشيطانيه دي، بس الوحوش مشيت من غير ما تحصل حاجه. احنا ليه عمرنا ما شفنا وحش شيطاني بالجبن ده ما تجروش اللي هم يقتلوا 2 ضد 2. وفجاه في ناس كتير في الكومنتات بتقعد تقول مستوى صحه الوحوش فجاه عمال بيزيد، هو ايه اللي بيحصل؟ انما فجاه بيظهر اشعار بيقول اشعار للعالم السري، ظهر الرئيس النهائي للمهمه الاولى، مستوى صعوبه الوحش هو 500 سنه، ومكتوب عنوان المهمه. وتشاو مو بيقول كويس جدا خلاص واضح ان المهمه الاولى هتنتهي قريب. والبنت بتكون جنبه وبتكون متضايقه وبتقول الموضوع ده كله ما يهمنيش علشان قوه الوحش كبيره جدا، ده 500 سنه، الموضوع هيكون صعب جدا وشبه مستحيل اللي احنا نقدر اللي احنا نعمل اي حاجه معاه. احسن حاجه نعملها اللي احنا دلوقتي ندور على مكان عشان نستخبى فيه ونسيب الناس اللي عندهم مستوى عالي هم اللي يتعاملوا معاه. انما الحظوم الفقري بيكونوا اصلا موجودين عند الوحش الرئيسي. وتشاو مو بيقول واضح ان احنا دلوقتي في المكان الغلط. وفي شعاع من الطاقه بيظهر قدامهم. طب هو انت مستني ايه؟ يلا نجري. والبنت بتكون عمالة بتنهج وبتقول المفروض اللي احنا نكون امنين بعد ما جرينا كل المسافة دي. انا بصيت بسرعة على الوحش الرئيسي وهو مرعب جدا. فهو بيقول لها ايوه معاك يا حق، والوحوش الشيطانية العادية اصلا بتكون مرعبة جدا، انما الوحش ده عنده 500 سنة فالموضوع هيكون رخم جدا. هو العالم السري واضح اللي هو عايز يخلص مننا بسرعة. فالبنت بتقول له في الغالب ممكن ده فعلا يكون حقيقي، كل ما مستوى الصعوبة عمال بيزيد الموضوع بيكون اصعب واصعب. اهم حاجة بس نعملها دلوقتي اللي احنا نقعد نهرب بأقصى سرعتنا ونكون بعاد على اي وحش شيطاني قريب مننا، ده هو اللي هيخلينا عايشين. وساعتها بيجي واحد من جنبهم وبيقول انتوا الاتنين من فضلكم استنوا، انا منحدر من طائفة تشاو تشين، تحبوا اللي انتوا تنضموا معانا للتحالف بتاعنا عشان نقدر اللي احنا نهزم الوحش الشيطاني؟ والاتنين بيبصوا له في استغراب. والبنت بتقول له انا اسفة بس انت ممكن تدور على ناس تانية، احنا ضعاف جدا وعمالين بنهرب بعيد على قد ما نقدر عشان نقدر اللي احنا نفضل عايشين. فهو بيقول لهم اللي انتوا تقعدوا تهربوا
بعيد، الموضوع ده مش هيساعدكم ابدا اللي انتوا تفضلوا عايشين في العالم ده. في الاخر في وحوش هتحاصركم وتموتكم. انتوا لازم تساعدونا لو عايزين اللي انتوا تخرجوا من هنا وانتوا عايشين. ده زائد ان في اكيد هنا ناس اقوياء من الطوائف الاساسيه 4 ويقدروا اللي هم يتعاملوا مع الوحش الشيطاني اللي عنده 500 سنه، وده هيساعدنا. بس لازم اللي احنا نلاقيهم ونساعدهم على قد ما نقدر، حتى برغم اللي كل اللي لقيتهم لحد دلوقتي مفيش اي حد بقوه مطلوبه. بس احنا لو قعدنا اللي احنا نهرب ونستخبى كلنا فبنسبه 100% كلنا هنموت على ايد الوحوش الشيطانيه، ده غير الوحش الرئيسي. انما لو عايزين اللي احنا نفضل عايشين ففي طريقه واحده، احنا عندنا قدر سحريه تقدر تساعدنا اللي احنا نهزم الوحش الشيطاني اللي عنده 500 سنه واسمها زجاجه البرق. انما كل موضوع ان الاداه دي بتاخد شويه وقت عقبال ما تقدر اللي هي تشتغل، وفي الوقت ده لازم اللي احنا نفكر في الطريقة نسيطر بيها على الوحش ده، وعلشان كده نحتاج لعدد كبير جدا من الناس علشان نقدر اللي احنا نتحكم في الوحش. فكل ما عددنا زاد كل ما احتمالية نجاحنا زادت، وعشان كده ياريت لو انتوا تنضموا لنا دلوقتي عشان نقدر اللي احنا ننجح وننتصر على الوحش اللي عنده 500 سنة. وساعتها بيجي واحد وبيقول يا جين انا رجعت، الوقت اللي انا اخدته كان اقل مما توقعت. فعلى طول الولد بيروح عليه وبيقول له يا سيدي الشاب احنا نفذنا كل الاوامر اللي انت قلت لنا عليها، وجنب الناس دول فاحنا دلوقتي جمعنا حوالي 164 واحد. فاللي جنبه بيقول له 164 ده قليل قوي، بلغ عدد الاشخاص اللي دخلوا العالم السري هنا حوالي 2500 على الاقل. ما حدش كان عارف ان صعوبة العالم السري ده هتزيد للدرجة دي. عدد الناس اللي احنا لقيناهم ميتين اكتر بكتير من اللي لقيناهم عايشين. بس انت المفروض ان انت خلاص مع عدد الناس الموجودين هنا يكون عندك الوقت الكافي علشان تقدر ان انت تفعل زجاجة البرق. وهو بيبص على الاداة السحرية بتاعته وبيقول ايوه هيكفي، وبيرجع للماضي وبيفتكر وبيقول دي كانت الزجاجة الوحيدة الموجودة عندنا وما ينفعش ان يتم استخدامها الا مرة واحدة. وبنشوف ابوه هو بيقول له دلوقتي ده دوري علشان اديلك الكنز بتاع الطائفة بتاعتنا، وانا دلوقتي اديلك زجاجة البرق. وهو بيقول له ابي انا اسف انا مش هقدر ان انا اعمل كده. فهو بيقول له ايه الصعب في كده؟ كل اللي عليك اللي انت تجمع الناس بحجة ان زجاجة البرق هتاخد وقت عقبال ما تجمع قوتها، وتستخدمهم عشان يزودوا الضرر اللي هيحصل على الوحش الشيطاني. واول ما الزعيم يضعف جدا تستخدم على طول الازاز اللي معاك دي عشان تقدر اللي انت تتخلص منه. ايوه بس ده يطلب تضحيات كتيرة جدا، ده زائد ان زجاجة البرق مش بتحتاج لاي وقت علشان تشحن وتشتغل، ده زائد لا ممكن استخدمها اكتر من مرة. فابوه بيتعصب وبيقول له هو انت عايز تفهم اللي انت نسيت الهدف بتاعنا عشان تكون اقوى جوه العالم السري؟ لازم اللي انت تخلي كل الناس تساعدك اللي انت تقتل الزعيم، وده يكون احسن عشان تقدر اللي انت تجمع عملات اخطر. ايوه بس انا ممكن اقتل الزعيم من غير ما استخدم الحيلة دي وانا مش مهتم بالمكافأة دي. فابوه بيقول له واضح اللي انت نسيت هدفك، عشان نخلي طائفة شوان بتاعتنا على قدر السواء مع الطوائف الاربعة الاساسية لازم اللي احنا اللي نقتل الوحش الاساسي. انا كنت بشتغل طول الاربع سنين اللي فاتت علشان نخلي الطائفة بتاعتنا اقوى طائفة موجودة بجانب الاربعة الاساسيين، بس احنا خلاص وصلنا للحدود بتاعتنا. وبيقرب منه وبيقول له انت فاكر الترميز العادي اللي جالنا من الطوائف الاربعة الاساسية ازاي قدر اللي هو قاعد يتريق علينا كلنا؟ الناس هنا نوعين بس، نوع من طوائف الاربعة الرئيسية والنوع التاني عبارة عن زبالة، واحنا بالطريقة دي عمر ما اسمنا هيجي جنب اسم واحد من طوائف الاربعة الرئيسية. انما مع فرصة ظهور العالم السري اللي جاي دي هتكون فرصتنا الوحيدة، مش هينفع اللي احنا نضيعها. عشان تقدر اللي انت تكسب انت كل مطلوب منك بس اللي انت تجمع نقط وتفضل عايش، ولازم كمان اللي انت تكسب كل قلوب الناس. انت لازم تخليهم كلهم يحسوا بشعور اليأس والضياع، وبعد كده تظهر كبطل وتقضي على الوحش لوحدك بعد ما هم يتعبوه. اعتقد اللي انت فهمت دلوقتي. خلاص انا عرفت ايه اللي لازم اللي انا اعمله. وبعد كده بنرجع للحاضر وهو بيقول في نفسه انا اسف بس كل تضحياتكم هتكون ضرورية. وكلهم بيبداوا اللي هم يتحركوا على مكان الوحش، والناس بتقعد تقول هي زجاجة البرق دي هتقدر فعلا اللي هي تقتل على الزعيم. بس لحظة واحدة اللي احنا نشغله ده معناه اللي احنا هنكون تقريبا الغدا بتاعه. الولد ده اسمه تيان شوان وهو من عشيرة تيان شوان، بس هو معروف بالكذب. بس خلينا نتأمل اللي هو يكون المرة دي مش بيكذب عشان احنا ما عندناش دلوقتي اي اختيارات تانية، يا اما هنصدقه يا اما هنموت جوه العالم السري ده. ايه الأسوأ بالنسبة لك؟ فهو بيقول له ايوه انت معاك حق، احنا دلوقتي اخدنا قرار اللي احنا يكون عندنا شوية امل بدل ما نستسلم ونستنى هنا عقبال ما نموت. احنا بصينا على الجنب المليان، فاحنا لو قتلنا الزعيم هنكون كلنا اغنياء وهناخد عملات كتير قوي، وساعتها هنكون اقوياء قوي في العالم السري. فاللي جنبه بيقول له اللي انت تقدر
تقدر تفضل عايش دي كلها نعمة لوحدها، وانت لسه بتفكر ان انت تكون غني. فساعتها كلهم بيسمعوا صوت حد بيقول لهم في 200 واحد هنا، ومن بين ال 200 في واحد بس هو اللي هياخد مكافأة قتل الزعيم، وهو اللي هيكون الشخصية الرئيسية. محدش يبص لي، انا كده مش عايز اكون الشخصية الرئيسية، انا بس مش عايز اكون الوحيد اللي هرب من هنا وهو عايش. والبنت بتيجي وبتقول لحظة واحدة، هو انت عايز بجد اللي انت تيجي معانا وتنضم لنا واحنا بنقاتل الوحش الرئيسي؟ الموضوع هيكون خطير جدا، الموضوع مش هيكون بالسهولة دي. انت ليه عايز تخاطر بحياتك؟ انت مجرد انسان عادي، يعني بالبلدي انت جربوع يا ابني، هتيجي معانا ليه؟ خليك هنا استخبى. فهو بيقول لا، انا لقيت شوية عملات ادتني شوية قوة، وانا ليا فايدة على عكس ما انت متوقعاني ماليش فايدة، وما ينفعش اللي اشوفكم كلكم وانتوا رايحين تخاطروا بحياتكم وانا اقعد هنا وما اعملش حاجة. وهي بتكون مستغربة وبتقول يعني انت فعلا هتقدر اللي انت تزود من قوتك باستخدام العملات؟ واضح اللي انت فعلا تمتلك مؤهلات علشان تقدر اللي انت تخش العالم السري. انا ما دخلت العالم السري اول مرة ما كانش الموضوع ده من فترة بعيدة، وكنت فعلا محظوظ، بس كفاية اللي انا اخدت كذا عملة وقدرت اللي ازود بيها قوتي، انما بعد كده ما قدرتش اللي ازود قوتي تاني. فالبنت بتقول له ايوه ده طبيعي، لو كانت عملتي المشاهدة تقدر اللي انت تزود بيها قوتك الى ما لا نهاية، فممكن ان كل الناس تتجمع على واحد وتقعد تديه كل عملاتها وتخليه قوي جدا، وهو يقعد يهزم كل الوحوش، والموضوع كان مش هيكون فيه اي اثارة. الطاقة اللي موجودة في العملات دي كويسة جدا، انما الجسم الطبيعي عنده حدود مش هيقدر اللي هو يعديها. اول ما نقدر اللي احنا نوصل للحد بتاعنا مش هنقدر اللي احنا نمتص عملات اكتر. بس واضح برضو اللي انت مهما كان انت مش انسان طبيعي عشان قدرت اللي انت تمتص عملات كفاية اللي هي تخليك اقوى للدرجة دي. وبتبص له في شك وبتقول له بس غريب اللي انا لحد دلوقتي مش قادر اللي انا استشعر منك اي هالة منك حتى بعد ما امتصيت العملات دي. اوعى تكون من اللي بيخفوا الهالة بتاعتهم علشان يدمر احلام المتدربين العاديين. فهو بيكمل هزار معاه على خطه بيقول ايه ده، انت خلاص كشفتيني، انا لازم دلوقتي اللي انا اوريكي قوتي الحقيقية. وهي بتقعد تضحك وبتقول له الجملة دي موجودة في المانجا، انا ما توقعتش اللي انت بتكون بتقرا مانجا زيي. هو انا مش عاوز اصدمها بس هي اصلا نفسها مانجا. لا لا انا مش بعكسها، هي في مانجا. نكمل. وهو بيقول انا اصلا مستغرب، هو المتدربين عندهم وقت علشان يقروا المانجا؟ ايوه طبعا، هو انت فاكر ان احنا بنعيش في غابات ولا ايه؟ ما حدش دلوقتي يقدر اللي هو يعيش في مكان من غير شبكه او انترنت، اصلا الهاله قليله جدا في العالم الطبيعي، فما بقتش فرق انت عايش في مدينه او عايش حتى في الغابه. الموهوبين بس هم اللي بيقدروا اللي هم يزودوا من قوتهم بسرعه كبيره. معظم المتدربين حاليا بيحاولوا اللي هم يدخلوا في المجتمع الحديث، وبقى في منهم كتير مدمنين على الفلوس واللي هم يقعدوا يجمعوها. وبنروح تاني عند الشركة وعند المدير بيكونوا قدامه 3، والتلاتة بيقولوا له ايوه مدير احنا ممتنين جدا ليك، والمبلغ اللي انت اديته لنا فعلا كبير جدا. لا دي ولا حاجة، دي مجرد دفعة اولى، اول ما تخلصوا المهمة بتاعتكم هتاخدوا مكافأة تانية. احنا كده نبذل كل جهدنا بعد ما استلمنا الدفعة الاولى بتاعتنا، بس وانت هتحتاجنا كلنا عشان تقدر اللي انت تقتل واحد بس؟ هو الموضوع ده مش اوفر شوية؟ انتوا التلاتة اساتذة من الكبار، وانا بعت لكم معلومات اتشاو من شويه، وهو قدر اللي هو يقتل وحش شيطاني عنده 300 سنه بضربه واحده، وهو دلوقتي جوه العالم السري، ما ينفعش اللي انتوا تقللوا من شأنه. فواحد منهم بيقول مش لازم اللي انت تقدر خالص، ما حدش فينا قبل كده فشل في مهمه. هو فعلا الموضوع كان صادم شويه لما شفنا تشاو مو وهو بيقتل الوحش الشيطاني في البث اللي بيحصل، بس في اشاعات بتقول اللي هو من عشيره صقل الجسم، وبغض النظر ايه القوه اللي هو اخدها من جوه، فالقوه اللي هياخدها جوه مش هيقدر اللي هو يطلع بيها بره، لان الهاله اللي موجوده في كوكب الارض بتاعنا ضعيفه جدا، وطالما هو واخد قوته من العملات بتاعه المشاهده مش هيقدر اللي هو يرجع بالقوه دي للعالم الطبيعي، وعشان كده نقدر ان احنا نقتله بسهوله. خلاص تمام، بس انتوا برضو بتفكروا كتير. وبيلف لهم اللب وبيقول لهم تقدروا ان انتوا تشوفوا قوه العالم السري زادت جدا لدرجه ان الوحش الاساسي بتاعهم وصل ل 500 سنه، وفي الغالب تشاو مو مش هيطلع اصلا عايش. فواحد تاني بيضحك وبيقول واضح لا مش هلحق اللي انا اقتله، والوحش ده هياكله قبلي. طب احنا كده خلاص موجودين هنا من غير لازمه وبنضيع وقتنا. فالمدير بيقول حتى لو تشاو مو مات في العالم السري فانتوا برضه هتاخدوا المكافاه بتاعتكم كانكم انتوا اللي قتلتوه. هما بيقولوا له شكرا جدا، كده احنا بس هنستناه عقبال ما هو يخرج او هو عايش علشان نبدا شغلنا على طول. انما على طول في هاله بتعدي من قدامه، واحد منهم بيقول هي ايه الهاله دي هاله مرعبه جدا، وبتكون في هاله شيطانيه بتلف المكان كله. والمدير بيقول ده خلاص وصل، انا ما توقعتش اللي
هو يجي بالسرعة دي. انت التلاتة بلاش اللي انتوا تقلقوا للدرجة دي، ده مجرد خبير قوي جدا عينته علشان لو انتوا التلاتة فشلتوا. وبيخش واحد بهالة شيطانية سوداوية وبتكون هالته مغطية المكان كله، والمدير بيقول ده مستشار رفيع المستوى من عائلة لي، وطلع عليه لقب اللي هو صائد المتدربين، واللي بيحب اللي هو يقتلهم ويعذبهم. وفي انفجار من الطاقة بيحصل، والولد اللي معاه زجاجة البرق بيقول هي كل حاجة جاهزة؟ فالولد التاني بيقول له ايوه يا سيدي، كل المتدربين دلوقتي موجودين حوالين موقع الوحش الرئيسي، وعلى حسب الخطة بتاعتنا المفروض ان الوحش الشيطاني ده اول ما يخرج دلوقتي من المكان اللي هو فيه كل المتدربين هيبدأوا اللي هم يهاجموا عليه على طول. مش تمام، عقبال ما يجيبوا لي النقطة اللي انا عاوزها، عقبال ما اقدر اللي انا جاهز هجوم زجاجة البرق بتاعتي، لازم اللي هم يبذلوا كل قوتهم وكل جهدهم، وانا مش عايز اللي انا اعمل اي خسائر في الارواح غير ضرورية. وبيبص لزجاجة البرق بتاعته وبنروح لتشيومو، وبيكون بيكلم بنته بيقول لها واحنا امتى نبدا اللي احنا نقاتل الزعيم؟ فهي بتقول له هو انت متخيل ان احنا نقدر اللي احنا نقاتله؟ احنا لو كلنا هاجمناه بكل قوتنا كلنا اكيد هنموت كده في خلال دقيقتين بالكتير. احنا دلوقتي تقسمنا لحوالي 50 مجموعه صغيره، المفروض ان احنا نهجم وننسحب بسرعه جدا عقبال ما زجاجه البرق تقدر اللي هي تشتغل. ايوه بس مش كان المفروض المجموعه اللي هتهاجم عليها يكون عليها خطوره شديده؟ ايوه هي دي خطه موجوده، تضحيات قليله مقابل حيوات كتير، ولو انت مت على ايد الوحش الشيطاني ده فانت اللي هيكون حظك وحش، ما ينفعش يلوم حد الا نفسه. بس انا عموما واثقه على قدرتي على الهروب، ولا مش هموت قبل ما اشوف الوحش ده وهو ميت، زي ما بالظبط حصل في سلسله المانجا الشهيره، كانوا عمالين بيهاجموا الوحش بضربات بسيطه بعد كده بيجروا بسرعه وقدروا اللي هم يهربوا في الاخر، وانا واثقه ان احنا نقدر اللي احنا نعمل كده. فهو بيقول لا كويس جدا، طب ممكن اول ما نخرج اللي احنا نقرا المانجا دي مع بعض، انا تقريبا قريتها قبل كده بس ممكن لا اقراها تاني. وهي بتقول له طب تمام جدا كده، ممكن لما نخرج من هنا انا اعرفك على كاتب المانجا دي. وهو بيتصدم وبيقول لا بجد وانت تعرفيه؟ الكاتب ده بيتقال عليه اللي هو من اكتر الكتاب الغامضين الموجودين، لدرجه ان مفيش اي حد عارف وشه او هويته الحقيقيه، وانا دايما كان نفسي ان انا احصل على التوقيع بتاعه. الكاتب ده هو متدرب وهو موجود في الفرقه بتاعتي، وهو على العموم بيتدرب بس علشان يكون بصحه كويسه، وكمان بيتدرب على الفنون القتاليه عشان يقدر اللي هو يعمل مانجا واقعيه جدا. وهو بيكون فرحان جدا وبيقول شكرا جدا اللي انت تاخديني عشان اللي انا اخد توقيعه. انا اختي هتفرح قوي بالموضوع ده. فهي بتقول له يعني دلوقتي كمان عايز ترجع علشان اختك هتكون فرحانه بالموضوع ده، واضح ان انت اسبابك بتكتر اكتر وقت عشان ترجع للعالم الحقيقي. وهي بتضحك وبتقول له انا برضو بقيت عاوزه ان انا ارجع للعالم الحقيقي مهما كلفني الامر. وهو برضو بيكون فرحان وعمال بيضحك. وساعتها بنشوف موجة طاقه ونشوف ايد الوحش، وبيقول هو ده بقى العالم السري اللي انا قللت من قوتي وعلشان اجي لهنا، انا خليت قوتي عندها 500 سنة بس علشان اجي لهنا، بس هو متحمس جدا عشان ياكل المتدربين الموجودين هنا. وهو على طول بيشوف متدربين قدامه وهم بيجهزوا نفسهم وبيقولوا يلا بسرعة كل واحد يجهز نفسه، وهم التلاتة بيطلعوا الهالة بتاعتهم علشان يقتلوا الوحش، وبيقولوا في نفسهم بناء على الخطة بتاعتنا المفروض ان احنا نضربه ضربة خفيفة بعد كده نهرب بسرعة. انما الوحش على طول بيجي وبيقسم واحد فيهم لنصين، وهو بيتصدم وبيقول ايه السرعة دي، وبيحصل انفجار في المكان كله. والوحش بيقول من فضلك انا عاوزك اللي انت تصرخ بصوت عالي قوي، انت لو ساعدتني اللي انا اجيب عدد كبير من المتدربين هنا فانا هديك موت اقل من الالم. وبيكون ماسكه من راسه، والولد وهو متعلق بيقول واضح خلاص اللعبة بدأت تتخيل لدرجة لا بتخيل ان الوحش الشيطاني بيتكلم زي البني ادمين وعارف لغتنا. والوحش على طول بيقوم قتله وبيقول اكتر حاجة بحبها هم الناس الجريئين، خصوصا لما اقتلهم بسهولة. دلوقتي بقى فين ضحيتي اللي جاية؟ انما ساعتها بيشم ريحة دم وبيقول في فرصة موجودة من الناحية دي، وبيكون باصص على يون وهي يا عيني بتكون واقفة مش عارفة ايه المصيبة اللي جاية عليها. وهو بيقول انا قادر ان انا احس بريحة الناس من هنا واحس بالهالة بتاعتهم، وفي ناس كتير قوي موجودة حواليا بس كلهم موجودين في مجموعات حدها الادنى هو 2، بس انت ليه واقفة لوحدك؟ وفجأة بيظهر قدامها انا بجد عندي فضول
بتقول رد عليا. فهي بتقول له انت واضح ان انت ما تعرفش اي حاجه علشان ما تقدر ان انت ما تاخدش بالك من حاجه واضحه زي دي. انا لوحدي هقدر ان انا اتعامل معاك، انت فعلا مثيره للاهتمام، خليني اما اشوف انت هتقدر تفضل قد ايه عايشه. وهي على طول بتهاجم عليه بهجمه قويه جدا، بتمسح المكان، انما هو يا دوب بينفض التراب اللي عليه وبيقوم انتوا بجد المتدربين بتوع الجيل ده ضعاف جدا. انما تشاومو بيظهر من وراه وبيبدأ اللي هو يحضر طاقته في ايده وبيضرب على الارض، والهجمة بتمشي عقبال ما توصل للوحش، والوحش بيتفاداه وبيكون مصدوم وبيقول في نفسه واضح ان فعلا في واحد قوي في وسط الخرفان دول، احنا كان ناخد معركة واحدة على الاقل. وبيجي علشان يهاجم عليهم انما ما بيلاقيهمش قدامه، وبيقول هما الاتنين دول راحوا فين، وهم بيكونوا في فص ملح وداب، والاتنين بيكونوا طلعوا يجروا. وفي الاستوديو ارنوبا بتقول الوحش ده انا حاسه ان قوته كبيره جدا، ده زيد اللي هو شرس بطريقه غير طبيعيه. فالمذيعه بتقول احنا المعلومات اللي عندنا بتقول ان كل ما كانت قوه الوحش الشيطاني اقوى كل ما كان شكله قريب اكتر للبني ادمين، وهو قادر اللي هو يتكلم وشكله بدا اللي هو يبقى زي البني ادمين، وده بيدل اللي هو فعلا قوته كبيره جدا. وفي العاده المفروض الوحش يكون على الاقل عنده 800 سنه علشان يبدا اللي هو ياخد الشكل ده. والارنوبه بتقول هو مش كان المفروض كان في غلط، المفروض ان وحش الشيطان اللي يظهر يكون عنده 500 سنة بس، انما ده كان عنده 800 سنة، وده هو العالم السري الخامس، يعني اضعف عالم. والمعلم بيقول برغم ان الوحش ده فعلا عنده 500 سنة الا ان اصابته هتكون اصعب بكتير جدا من اي عالم تاني. والمذيعة بتقول بس الوحش ده مهما كان هو هرب دلوقتي من هجمة تشاو مو، انت ايه ردك على الكلام ده يا مدرب؟ وهو بيتوتر وبيمسح العرق بتاعه بيقول انا رأيي ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي، خلينا نرجع دلوقتي اللي احنا نتفرج على المعركة بتاعت العالم السري. ويون بتكون واقفة لوحدها وعمالة بتنهج وبتقول هو ايه الرعب ده؟ الزعيم بتاع العالم ده قوي جدا، انا حسيت ان انا خلاص قلبي هيقف من كتر الرعب اول ما ظهر قدامي. احنا المفروض الخطة بتاعتنا اللي احنا نشتت الوحش وبعد كده نهرب بسرعة، وبعد كده تشاو مو يهاجم عليه من ظهره، وبعد كده نلحق اللي احنا نجري. انما الوحش ده اول ما شفناه انا عرفت اللي هو اقوى مننا احنا الاتنين بكتير قوي، وتشاو مو اكيد بالهجمة اللي هو ظهرها قدامي دي انا دلوقتي اتأكدت اللي برضه قوته اكبر مني، بس هو عمال بيمثل الضعف لدرجة ان الزعيم بنفسه اترعب من الهجمة بتاعته. انما لحظة واحدة الزعيم ده ما جريش ورانا، هو ده معناه اللي هو كان خايف مننا ولا ايه؟ دي هتكون مشكلة لو هو بعد عن المنطقة دي، احنا محتاجين اللي احنا نفضل مخلينه في المنطقة دي علشان زجاجة البرق تشتغل. انما المشكلة ان الزعيم اصلا بيكون في ظهرها، والزعيم بيقول انا اصلا كان هدفي المفروض اللي هو يكون صاحبك، انما انا ما قدرتش ان انا اتعقبه خالص لاني مش قادر ان انا اشم الهالة بتاعته، بس قدرت ان انا اشم الهالة بتاعتك انتي، فاكيد لما اقتلك هو هيظهر. وهي بتكون مرعوبة وبتقول هو اللي بيحصل انا مش قادر ان انا احرك اي حتة من جسمي، انا كده خلاص ميتة. وهو على طول بيهاجم عليها، انما تشاو مو بيظهر في اللحظة الاخيرة وبيصد الهجمة. والوحش بيقول كويس جدا ايها الانسان اللي انت اظهرت نفسك، يلا اللي احنا نخلص المعركة بتاعتنا. والكومنتات كلها بتقول واضح دلوقتي اللي احنا هنشوف معركة قوية جدا. وواحد تاني بيقول بس انا مش حاسس ان المعركة دي هتكون متكافئة علشان الوحش ده المفروض اللي هو قوي قوي. وواحد تاني بيقول احنا احسن حاجة نعملها اللي احنا نستنى ونشوف زجاجة البرق هتعمل ايه. وساعتها بيحصل انفجار كبير في المكان، وفي ناس بتقول هو ايه اللي بيحصل ده، في ناس عمالة اللي هي بتقاتل الزعيم وقادرة اللي هي تتكافئ معاه وما تموتش بسرعة. دي فعلا كده فرصة عظيمة. فاللي جنبه بيترعب وبيقول فرصة وانت مجنون ولا ايه؟ انت اكيد مش عايز اللي انت تقتل الزعيم النهائي بنفسك. فالولد بيبتسم بابتسامة خبيثة وبيقول هو انت متوقع ايه؟ انت مش عارف ان مكافأة قتل الزعيم فيها حد واحد بس اللي هياخدها؟ فالولد بيقول له هي فعلا مخاطرة تكون كبيرة جدا، انما لما كسب هتكون عظيمة، بس احنا هنقسم المكافأة ما بيننا احنا الاتنين، وانت اوعى اللي انت ترجع في كلامك. هو بيقول له احنا اشتغلنا مع بعض مرات كتيرة جدا، انت كل ده لسه مش واثق فيا؟ وعلى العموم في حد دلوقتي هو اللي عمال بيقاتل في الوحش الشيطان ده، فاحنا مش هيكون علينا خطر كبير. وبنرجع للوحش وبيكون عمال بيهاجم على تشاو مو، انما هو بيتفادى الهجمة. وتشاو مو بيبص على حاجة، فالوحش بيقول له انت بتبص على ايه؟ وبيضربه على طول في بطنه، بيطيره لاخر المكان، وبيقول له هو انت ليه لسه لحد دلوقتي واقف على رجلك؟ زي ما كنت متوقع، انت قوتك اكبر بكتير من اي حد هنا، انت عندك قوة كبيرة في جسمك بس انت مش عارف ازاي تستخدمها. والكومنتات بتقول هو مين اللي كان بيشجع تشاو مو ده؟ دلوقتي عامل بالظبط زي كيس الملاكمة في ايد الوحش ده عمال بيتضرب بس. والوحش بيقول له مش مهم قد ايه هتقدر اللي انت تتصدى الهجمات، طول ما انت بتاخد الضربات بس فاكيد جسمك الضعيف ده هيتكسر. وتشاو مو بيكون عمال اللي هو بيصد
بيصد عشرات الضربات في لحظة واحدة، والوحش عمال بيهاجم عليه من غير ما يرحمه. انما فجأة في حبل بيلف حوالين رجله، وفجأة بيلف حوالين جسمه كله، وبتكون يون هي اللي عملت كده وبتربطه بيه، وهو على طول بيصرخ وبيقول هو ايه نوع الحيلة الرخيصة دي؟ انا ليه مش قادر ان انا احرك جسمي؟ والبطل بتاعنا في اللحظة دي بينتهز الفرصة وبيحضر هجمته، وبيهاجم على طول على وش الوحش ده، وبيديله بنية في وشه بيطيره في المكان. والبنت بتقول انا سلاح الروح اللي معايا ده عبارة عن حبل سحري، هو يقدر اللي هو يمسك الوحش ده لمدة ثانيتين بس. ده زيد ان التحكم فيه صعب جدا، انا عشان اقدر ان انا استخدمه كسرت ايدي دلوقتي يمين، بس ده كان كل اللي انا اقدر اعمله عشان اساعد تشاومو عشان يقدر اللي هو يهزم الوحش ده. والوحش بيكون واقع في الارض، وتشاومو بيقول في نفسه برغم اللي استغليت الفرصة علشان اضربه الا اللي ما سبتلوش ضرر كبير. بس الوحش ده قال اللي انا عندي المفروض شوية قوة بس انا مش قادر اللي استخدمها، وانا ازاي ممكن استخدم القوة دي؟ لحظة واحدة انا سامع خطوات، في حد بيقرب مننا، والاتنين اللي بيكونوا عايزين يقتلوا الوحش بيظهروا وبيجروا على طول عليه وبيقولوا يلا هو على الارض دي فرصتنا اللي احنا نقتله، بعد ما تصب الجروح دي اكيد قتله هيكون حاجة سهلة. وتشاومو بيقول لا محدش يقرب منه، الوحش ده لسه خطير جدا. فالولد بيقول له انت فاكر اللي انا هصدقك؟ انا عارف اللي انت تقتل الوحش الرئيسي وحد تاني يجي يسرق مكافأة من قدام عينك، الموضوع ده هيكون صعب عليك، بس ده اللي هيحصل. انما ساعتها في سيف بيدخل من ظهره بيطلع من صدره، وبيكون صاحبه طعنه وبيقول له لا المكافأة تكون لي انا لوحدي. وصاحبه بيبص له بصدمة وبيقول له يا خاين، هو احنا مش اتفقنا ان احنا هنقسم المكافأة ما بيننا بالنص؟ انا مستحيل لا نثق فيك، انا حتى لو كنت نفذت كل اوامرك كنت هتقتلني عشان تاخد المكافأة لك لوحدك، وكنت هتعوز اللي انت تخوني، وعشان كده انا كنت عايز اللي انا اخونك الاول. وهم دلوقتي طبقوا مثل، انا هتغدى بيك قبل ما تتعشى بيا، انا دلوقتي اروح واقتل الزعيم النهائي لوحدي. وساعتها الوحش بيقوم وبيقول انتوا كل اللي بتعملوا اللي انتوا بتعطلوني عن المعركة الرئيسية بتاعتي. والوحش بيترعب وبيقول انتوا بتهزروا معايا، انا كنت عارف ان الوحش ده لسه عنده طاقة علشان يقوم تاني، ما كانش زماني جيت دلوقتي. وبيكون في حالة رعب، والولد اللي معاه زجاجة البرق بيكون عمال بيتفرج عليهم من فوق، وبيقول اكيد الوحش ده اقوى بكتير من اللي هو يكون 500 سنة بس. فاللي معاه بيقول له سيدي الشاب مش لازم اللي انت تقلق، زجاجة البرق اللي معاك قوية جدا وتقدر اللي هي تهزم وحش عنده 700 سنة مش 500 بس. فهو بيقول له انا مش عاوز اللي اصدمك، انما الوحش ده تقريبا عنده قوة حوالي 800 سنة بس. اللي فعلا مخليني استغرب هو البني ادم اللي قدر اللي هو يقف قصاد وحش بالقوة دي. ده المفروض علشان يكون بالقوة دي اللي هو يكون على الاقل في العشائر الاربعة الاساسية، ده حتى العشائر الاربعة الاساسية مش بالقوة دي. ده فعلا بيخليني دلوقتي لا احس بالحسد الشديد. فالولد اللي معاه بيقول له فعلا بس مستحيل ان اي بني ادم عادي دلوقتي يتدخل في قتال عنيف جدا زي ده. الولد ده مش طبيعي خالص اللي هو يكون عنده القوة دي، بس ده هيفيدنا عشان نقدر ان احنا نهزم الوحش الرئيسي ونقدر ان احنا نخرج من هنا. ومع ذلك ما اعتقدش اللي هو يقدر يتمسك لفترة طويلة بحياته، الوحش ده قوي جدا. صحيح هو فاضل خلاص الدقيقة على زجاجة البرق اللي معاك دي اللي هي تتفعل. الوحش الشيطان ده لو قتل الولد ده فالموضوع هيكون اصعب اكتر واكتر على زجاجة البرق اللي معاك، وهتكون خسارة كبيرة لينا كلنا. فالولد بيقول له انا عارف كل الكلام ده وانا ببذل كل جهدي علشان اقدر ان انا افعلها باقصى سرعة. معلومة مني انت كذاب وخسيس كمان. نكمل. وبيقول ان المتدرب العبقري ده يموت على ايد الوحش ده هتكون خسارة كبيرة جدا، مش بس للعالم السري، للعالم كله. انا لازم ان انا احاول ان انا انقذ الولد ده من ايد الوحش الشيطان ده. وساعتها الوحش بيقول دلوقتي الحاجة الوحيدة اللي بتعرقل القتال بتاعنا هو انتي. وبيجي عند يون، فساعتها تشاو بيقول انت خصمك هنا هو انا، ما تروحش لحد تاني. انت عارف انا دايما كنت بكره السحرة لما كانوا بيستخدموا سحرهم علشان يزودوا قوة قتالية للمحاربين. لازم ان المحاربين يستخدموا قوتهم القتالية بس بسببك يا بشري انا النهارده هعمل استثناء. وساعتها بيفعل مهارة سجن الظل. وتشاو بيقول هو ايه اللي بيحصل وفي ظل كتير بيحوطوا من كل حتة؟ والزيب بيقول هي دي المهارة اللي انا بتقنها واللي اقدر استخدمها براحتي. وبيكون حبس تشاو في سجن كامل من الظل. وبيقول لما بص لقوتك فانت في الغالب هتحتاج لحوالي 20 ثانية علشان تقدر اللي انت تخرج من هنا وتحرر نفسك من السجن ده، انما في الوقت ده انا هيكون عندي وقت علشان اللي انا اقتل صاحبتك دي 10 مرات ورا بعض. وعلى طول بيهاجم على يون، لو عايز اللي انت تنقذها فانت لازم اللي انت تتخطى حدودك، يا اما اول ما تخرج هتلاقيها عبارة عن جثة واقعة على الارض
والسجن على طول بيبدأ اللي هو يتشقق، وبيقول هو انت بتتجرأ ليه تستخدم الحيلة الرخيصة دي؟ والوحش بيضحك وبيقول انت معاك حق، انا اكيد اصلا مش هستناك عقبال ما تخرج، انا هقتلها حالا. انما تشاومو بيجهز كل قوته وبيقول انت خلاص فقدت اي امل ليك علشان تقدر اللي انت تخرج من هنا وانت عايش. وعلى طول بيبدأ اللي هو يدمر السجن، وبيقول مستحيل، انت ازاي قدرت اللي انت تخترق بقوتك بالسرعة دي؟ فتشاو بيقول له المفروض فعلا ان انا اشكرك، لولا سجن الظل بتاعك ده ما كنتش اقدر ان انا اعرف الطريقة الصحيحة لاستخدام القوة اللي عندي. فالوحش بيبص له وبيقول له انت بجد بتعرف ازاي تفاجئني، وكمكافأة ليك فانا هسيب صاحبتك دي عايشة. وساعتها بيرمي يون على الارض، وتشاو على طول بيروح عليها وبيقول لها يون اصحي، هو انت قادرة ان انت تسمعيني؟ وهي بتكون قاعدة وساكتة، والوحش بيجي وبيقول له اهدى شوية، هي بس مغمى عليها، بس هي لسه عايشة، وبالطريقة دي انت مش هتقدر دلوقتي اللي انت تهرب مني. وساعتها تشاو بيلف بعصبية وبيقول انا مش همشي من هنا الا وانت جثة هامدة، وساعتها اكون هزمتك. والوحش بيقول له بلاش اللي انت تكون مغرور، انت كنت محظوظ بس عشان قدرت اللي انت تخرج من السجن بتاعي، انما ده هو وقت موتك، وتعالى لي بقى. وساعتها بيهاجم عليه بهجمة قوية، انما تشاو بحركة واحدة من ايده بيخفيها، وبيقول له هي دي تاني اضعف مهاراتك ولا ايه؟ طب انت عندك اي حاجة احسن من كده؟ والوحش بيبدأ اللي هو يتوتر ويقول مستوى قوتك واضح اللي هو اكبر مما توقعته، اللي انا قللت من شأنك، انا مش هينفع اللي استخدم مهارة ضعيفة زي دي تاني علشانك، انا لازم دلوقتي اللي انا اكل لحمك ودمك واسيب جمجمتك كطفاية عندي. انما ما بيكملش الجملة دي علشان تشاو بيكون وصل عنده وبيقول له كفاية يا كلب، انت اتكلمت كتير. والوحش بيترعب وبيقول في نفسه مش ممكن الانسان ده قرب مني بسرعة كبيرة جدا من غير ما احسه، ده مستحيل يكون بشري عادي. وعلى طول بيهاجم عليه وبيخليه يصرخ من الألم وبيطيره من قدامه، وبيقول له انت قلت لي ان انت مش هتستخدم اي مهارات وانت بتقاتل معايا، بس انت دلوقتي استخدمت مهارة ظل علشان تختفي من قدامي وتنتقل لحتة تانية. فهو بيقول له ايها البشري، لا اكيد انت مش بشري، وبيبدأ اللي هو يظهر من تاني، استحالة ان انت تكون بشري وتخلي جسمي بالحالة دي، انت اكيد وحش شيطاني اكتر من انا دلوقتي هعلمك الادب، علشان انزل للعالم ده اضطريت ان انا انزل من قوتي كتير جدا واخلي قوتي كوحش شيطاني عنده 500 سنة، انما بسبب هجمتك دلوقتي فانا فتحت حدود قوتي، فقبل ما تموت دلوقتي احسن لك اللي انت تروح تصلي لك ركعتين، وخلينا نشوف انت تقدر اللي انت تصمد قدام قوتي كاملة قد ايه. وفي العمارة الولد بيقول يا سيدي الشاب انت شايف اللي بيحصل؟ الموضوع بيبقى فعلا غريب جدا، المتدرب ده قادر اللي هو يكون مدي للوحش اللي قصاده وكان خلاص على وشك اللي هو يهزمه. فالولد بيقول دي فعلا صدفة غريبة. ايوه هي فعلا صدفة، بس على عموم تحضير زجاجة البرق خلاص اكتمل، احنا نقدر ان احنا نخلص مهمة العالم السري دلوقتي. وبتكون الزجاجة عمالة بتطلع برق من كل حتة وباين عليها القوة، والولد بيقول ده عظيم جدا، يلا بينا نروح بسرعة ونساعده. لحظة واحدة، هو الوحش الشيطاني ده بيعمل ايه؟ وساعتها بتظهر موجة طاقة عملاقة، والولد بيترعب من منظره، والولد بيقول الوحش الشيطاني ده بقى اقوى بكتير، الطاقة اللي طالعة منه دي الوحش الشيطاني عنده 800 سنة، لا الوحش الشيطاني عنده 900 سنة او ممكن حتى اكتر بكتير. هما ازاي يجيبوا لنا وحش شيطاني بالرتبة دي في اول مهمة لينا؟ هما بيحاولوا ان هما يقتلونا. والولد التاني بيكون في حالة صدمة ومش بيتكلم خالص، واللي جنبه بيقول سيدي الشاب احنا لازم ان احنا نروح لهناك ونساعده، وهو بيكون واقع على الارض وما بيتكلمش، وبيقول واضح ان انا غلطت في تقدير الزجاجة، هي لسه هتحتاج شوية وقت كمان. وكل الكومنتات بتقعد تشتم فيه، وبيقولوا ده تراجع اول ما شاف ان قوة الوحش الشيطاني زادت، وباين عليه اللي هو مرعوب. وبتكون هالة الوحش مغطية المدينة كلها، وهو بيتحول وبقى بيشبه البشر اكتر واكتر، وبيقول دلوقتي ان بقيت قادر لا استخدم حالتي الاصلية. وتشاو بيقول له هو انت غبي؟ انت من شوية كنت عمال بتقلل من شأن البشر، مع ذلك دلوقتي انت اتحولت البشري، بس في الواقع انا حاسس ان انت كنت الطف لما كنت مجرد بوبي صغير. اخرس انا مختلف تماما عن جنسك الغبي، انت وجنسك كلهم عبارة عن اكل ليا، انما الشياطين الاقوياء اللي زي بيقدروا اللي هم يتجسدوا كده. وعلى طول بيهاجم على تشاو مو، وعند الاستوديو مذيعة بتقول كل الزعماء بتوع العالم السري الاول والتاني والتالت والرابع كلهم اتهزموا، وكان الموضوع مشوق جدا. وانا عارفه ان انتوا يا مشاهدين بتقدروا جدا المحاربين اللي بيخاطروا بحياتهم علشاننا. والمعلم بيقول خلونا دلوقتي نشوف ايه اللي بيحصل في العالم السري الخامس. انما بالنسبه للعوالم السريه من الاول لحد الرابع كلهم بيعملوا شغل كويس جدا، وانا قللت من شأن المتدربين اللي هناك. والارنوبه بتقول العالم السري من الاول لحد الرابع كلهم عملوا نجاحات
مساحات كبيرة. بس خلونا دلوقتي اللي احنا نشوف اللي بيحصل في العالم السري الخامس، علشان هو اكتر واحد مشوق. واول ما بيفتحوه بيشوفوا الوحش الشيطاني، والارنوبة بتتصدم وتقول هو ايه ده؟ هو ازاي الزعيم بتاع العالم السري الخامس طور من نفسه؟ والمعلم بيقول شكل بشري؟ ايه الوحش الشيطاني ده قوي جدا، ده مفيش الا وحش شيطاني عنده 1000 سنة هيقدر اللي هو يوصل للشكل ده. والمذيعة بتتصدم وبتقول 1000 سنة؟ هما ازاي يقدروا اللي هما يهزموه؟ والمعلم بيقول الوحش الشيطاني اللي عنده 500 سنة بيبقى عنده قوة حوالي تقريبا 2000 سنة، انما اللي عنده 1000 سنة بتكون عنده قوة تقريبا حوالي 10,000 سنة. اكبر موهبة على الارض هي بس اللي هتقدر اللي هي توصل للقوة دي في الوقت ده. والمذيعة بتقول ده معناه ان الوحش الشيطاني اللي هم بيحاربوه ده قوي جدا وتشاومو مش هيقدر عليه. انما تشاومو عظمة العظمة بيهاجم على طول عليه وبيعمل انفجار هنا وانفجار هناك وبيطيره لبعيد وبيقول له يا الكلب الصغير هو ده كل اللي عندك؟ انا فعلا كده بقيت محبط جدا. فالوحش بيقول له هو انت فاكر ده كل اللي عندي؟ بطل اللي انت تتوهم، انا علشان نظام العالم السري ده ما يلاحظنيش كنت بستخدم 30% بس من قوتي. فتشاومو بيضحك وبيقول كويس جدا، انا كده بدأت اللي ارتاح علشان كنت برضه بستخدم 20% بس من قوتي. ده شكل الدنيا هتولع ما بينهم هما الاتنين. والوحش بيضحك وبيقول طب كويس علشان برضه كنت في الاول خالص بستخدم 10% بس من قوتي. وتشاو بيهاجم عليه وبيقول كفاية حصة الرياضة دي، خلينا اللي احنا نخلص. وبيهاجم عليه وهما الاتنين بيقعدوا اللي هما يهاجموا على بعض في كل حتة بمهارات قوية جدا. والناس بتقعد تقول احنا لما كنا بنتفرج على قتالات العالم السري الاول والتاني والتالت والرابع كنا فاكرين اللي احنا شفنا قتال رائع جدا، انما اللي يشوف قتال تشاومو ده دلوقتي هيعرف اللي احنا ما شفناش اي حاجة. والناس بتقعد تقول لازم دلوقتي بسرعة اللي احنا كلنا نتبرع لتشاومو بالعملات بتاعتنا علشان نقدر اللي احنا نساعده اللي هو يهزم الوحش ده. وبنرجع للعالم الحقيقي وفي الشركة واحد من القتلة بيقول انا كل اللي عملته اللي بس كتبت كومنت وقلت بلاش اللي احنا ندي تشاومو دلوقتي العملات بتاعتنا، ومن ساعتها وكل الناس عمالة اللي هي بتشتمني وبتتعصب عليا. وواحد تاني من القتلة بيقولوا بلاش اللي انت تقعد تتفرج على البث ده وتقعد تقول للناس ما يدوش العملات بتاعتهم لتشاومو. هو انت بتقول الموضوع هيكون كويس جدا لو قدرنا اللي احنا نضعف تشاومو شوية ونخلي الوحش الشيطاني ده هو اللي يقتله علشان الموضوع كده هيوفر علينا كتير اللي احنا ناخد الفلوس من غير شغل ده يكون اسهل لنا. صحيح هو فين صاحبنا التالت؟ هو بقاله في الحمام فترة طويلة. فالولد بيقول هو لسه بعت رسالة من شوية بيقول اللي هو كان لازم يرجع للبيت بسرعة عشان هو افتكر اللي هو نسي يحط اكل لقطته. هو خاف علشان الناس عمالة تقريبا بتدي تشاومو كل العملات بتاعتها، بس هو اول ما يرجع للعالم العادي هيفقد كل القوة دي. الموضوع مش هيسبب لنا اي مشكلة مش كده؟ وبيبدأ اللي هو يتوتر واحدة واحدة وبيروح للمدير وبيقول له انا اسف بس انا افتكرت دلوقتي حالا يعني اللي انا نسيت انضف صندوق الرملة بتاع القطة بتاعتي، فانا محتاج حالا ان انا ارجع البيت وارجع بسرعة جدا. وبتظهر رسالة من النظام وبتقول لقد اكتشفنا ان قوة الوحش الشيطاني النهائي قد تجاوزت المستوى F، والوحش الشيطاني وصل لقوة وحش شيطاني عنده 1000 سنة. ستبدأ عملية التطهير خلال دقيقة واحدة. والوحش بيقول تم العثور عليا بسرعة، انا كنت عايز اخلص الموضوع ده بسرعة قبل ما يتم العثور عليا بس للأسف مش هلحق يا بشري. فتشاو بيقول له انت بتتكلم على ايه؟ هو احنا مش لسه معانا دقيقة كاملة؟ ما تخافش قبل ما تختفي هقدر اللي انا هزمك وانا مش هخلي عندك اي ندم. فهو بيضحك وبيقول واضح اللي انت فعلا بتحب القتال يا بشري، خلينا نحارب بكل قوة قبل ما الوقت يخلص. وبتظهر الرسالة بتقول الوقت المتبقي 50 ثانية. وهما الاتنين بيهاجموا على بعض. وفي الشركة المدير بيكون امن على المكتب وبيقول القتلة التلاتة اللي انا وظفتهم هربوا بسرعة في الثانية الاخيرة، انت واثق اللي انت هتقدر تتعامل مع تشاومو؟ وساعتها بنشوف القاتل اللي هو جابه وبيقول فيه ايه وانت خايف ولا ايه؟ كل المتدربين الموجودين حاليا عندهم نقص خبرة في القتال وكل اللي بيقدروا اللي هم يعملوا اللي هم يستفيدوا من قوتهم ويتنمروا على اضعف منهم. مش دي القصة، انا كده ما كانش عندي امل كبير عليهم، بس تشاومو عمال اللي هو بيكسر كل التوقعات. ايه رايك اللي اتصل باي شركة وابعت لك اي مساعدة انت عايزها لو الموضوع يكون صعب عليك؟ هو بيبص له بيقول له هو انت بتقول ان
انا قوتي مش هتكون كفايه، احسن لك اللي انت تثق شويه في قوتي. انا بالقوه اللي عندي دي هقدر اللي انا اهزمه بايد ورجل واحده، وهحسم النتيجه ناحيتي اكيد. وبنرجع للعالم السري، وبيكون فاضل 20 ثانيه والقتال بيكون مولع ما بينهم هما الاتنين. 10 ثواني وتشاو بيكون مقطع نفسه هجومات عليه. فاضل 5 ثواني وتشاو بيجهز هجمته الاخيره. فاضل ثانيه واحده وبيهاجم عليه باقوى هجمه عنده، وبتظهر ساعتها اشعار للعالم السري: تم هزيمه الوحش الشيطاني للعالم السري الخامس. ولان الوحش الشيطاني كان اعلى من التصنيف F، ستتم مكافأة تشاومو ب1,000,000 عملة. والوحش الشيطاني بيكون واقع على الارض مهزوم. وكل الكومنتات بتقول واضح ان الوحش الشيطاني ده، احنا كلنا كنا حاسين بالظلم للعالم السري الخامس بسبب ان الوحش ده كان قوي عليهم قوي، انما دلوقتي احنا حاسين بالظلم على الوحش لان تشاومو هو اللي داخل بالمهمة دي بالغلط، لانه هو اللي قوي جدا. وكل الناس بتقعد اللي هي تتكلم عليه، وتشاو بيشوف اللوحة اللي هو يقدر اللي هو يشوفها، وبيشوف إشارة من العالم السري: تم تحويل 400,000 عملة من عملات القدرة على حسابك. واحنا دلوقتي اطلقنا ميزة جديدة لعملات القدرة بتاعتك، لجانب اللي انت هتقدر اللي انت تزود من قوتك، ممكن اللي انت تبدأ اللي انت تستبدل العملات دي بحبوب واسلحة من متجر العالم السري. وهو بيقول في نفسه: امال راح فين بقية 1,600,000 عملة الباقيين اللي انا لسه كاسبهم؟ هما تقسموا على كل الموجودين ولا ايه؟ على العموم انا وصلت لقمة اللي انا اقدر ازود قوتي بالعملات بعد ما جبت اول 50 عملة، فانا في الغالب هستخدم بقية العملات دي في متجر العالم السري. ويون ساعتها بتقوم وبتقول: انا فعلا اتصدمت منك جدا يا تشاو، انت قدرت اللي انت تهزم الزعيم ده لوحدك. يون وانت اصلا ازاي قدرت اللي انت تقومي؟ احسن لك اللي انت ترجعي تفردي علشان تعبانه، وانت اصلا مصابه ممكن عظمك يتكسر بحركه بسيطه، احنا لازم ناخدك للمستشفى حالا عشان تتعافي. فهي بتقول له: بعد ما نخلص مهمه العالم السري، العالم السري بيشفيك تلقائي، وكل الاصابات اللي عندك مهما كانت شديده بتتشفي على طول. فانا دلوقتي اتشفيت تماما بجد، ده معنى ان العالم السري ده مفيد فعلا شويه. ايه ده، وانت ما تعرفتش من جروحك؟ فهو بيقول لها الصدمه: لا هو انا اصلا ما اتجرحتش ولا جرح اصلا علشان اتعافى منها. فهي طبعا بتتصدم وبتقول له: يعني انت هزمت الزعيم النهائي اللي هو كان اصلا تقريبا اقوى بالضعف، وحتى ما تخربشتش ولا خربوش؟ هو انت اتولدت يا ابني في العالم ده ولا ايه علشان انت تسيطر عليه للدرجه دي؟ ولا انت واحد من اللي كانوا بيتدربوا في الطوائف السريه؟ ولا انت وضعك ايه؟ لا لا انا عرفت، انت اكيد وحش شيطاني متنكر على شكل بني ادم. لا انا ولا حاجه من دول، انا مجرد انسان عادي. والعالم السري بيبدا اللي هو يتفكك، وبيقول: هو العالم السري ليه عمال بيتفكك؟ فهي بتقول له: هيبعتونا دلوقتي حالا على العالم الاصلي اول ما نخلص مهمتنا في العالم السري. انا اول حاجه اعملها اول ما ارجع للعالم الحقيقي هو اللي انا اخد دلوقتي حالا حمام سخن. فهو بيقول لها: يعني انا دلوقتي اخيرا هقدر ان انا ارجع للعالم الحقيقي، برغم ان حصلت حاجات كتيره النهارده، انا بقالي نص يوم بس في العالم ده، بس انا حسيت اللي هم نص شهر، وكون اللي انا هقدر دلوقتي ارجع للعالم الحقيقي فدي حاجه بتخليني اللي ارتاح. فهي بتتعصب منه وبتقول له: اخرس، انت المكان هنا بالنسبه لك كانه مجرد اجازه، انت اكيد عندك خبره وجيت لهنا بتاع 1,000,000 مره قبل كده علشان تخلص الموضوع بالسهوله دي، ما تفتكرش اللي انت زيك زينا اللي احنا جينا لهنا لاول مره. وبتظهر ساعتها رساله من النظام بتقول: نظام تسجيل الدخول، لقد اكتشفنا انك قد انهيت مهمه العالم السري بشكل جيد جدا، ولذلك سنمنحك مكافاه اضافيه، سننقلك للعالم الخارجي بتاثير قوتك، بحيث ان انت ستستطيع استخدام قوتك في العالم الحقيقي. وبنرجع للعالم الحقيقي، والناس كلها بتكون متجمعه حوالين تشاومو اول ما رجع للعالم الحقيقي، وكلهم بيقعدوا يقولوا: من فضلك كلنا ممكن اللي احنا نتصور معاك؟ وبعد شويه بيكونوا عمالين بيقولوا: اوتوجراف، طب صوره، طب امضي لي على وشي، عقبال ما بيخلصهم كلهم. وهو بيقولوا: ما توقعتش ان الموضوع يكون صعب للدرجه دي. وكلهم بيكونوا فرحانين وبيقولوا: احنا ما توقعناش اللي هو يقدر اللي هو يتصور معانا كلنا. وهو بيقول: انا اخيرا قدرت اللي انا اخلص منهم بعد ما اتصورت معاهم كلهم. ويون بتقول له: بالرغم ان انا ما اعرفش بقيه المنقذين التانيين، الا اللي انا متاكده ان انت شهرتك هتكون اكبر واحد فيهم، عشان كل اللي حصل في العالم السري اللي احنا كنا فيه تم بس على العالم كله. ممكن قريب قوي اللي انت هتبدا اللي انت تعمل شويه اعلانات وتجيب فلوس بقى كتير واموال ومصاري وتبقى غني. فهو بيبدا اللي هو يفكر ويقول: يعني وضع المادي مش هيكون وحش بعد كده ولا ايه؟ ومش هضطر اللي انا افكر في الفلوس من تاني. فهي بتقول له: هو انت وضعك المادي وحش للدرجه دي؟ انا محتاج اللي انا ادفع مصاريف علاج اختي، واصلا مش واثق ان المستشفى هتقدر اللي هي تعالجها ولا لا، او مع ذلك المستشفى بتاخد فلوس كتير، فهحتاج كمان تقريبا اللي ادور على مستشفى احسن. فيون بتقول له: طب ليه قلت
قلت كده من بدري، انا ممكن اللي انا اساعدك ان انت تلاقي دكتور كويس، وهو اصلا بيعرف الفنون القتاليه كمان، وانا حالتي الماديه كويسه جدا، فمالكش دعوه بالفواتير وممكن نتحاسب بعدين. فهو بيفرح جدا وبيقول لها شكرا جدا ليكي، بس انا مش عاوز اللي اتعبك معايا، انا اكيد هدفع لك كل حاجه في المستقبل، مش لازم اللي انت تكون ممتن كده، انت انقذت حياتي على عموم، فدي حاجه بسيطه جدا. خليها دلوقتي نشوف حاله اختك دي. خلينا نتصل على تاكسي، انما ما بتكملهاش، وفي عربيه بتركن قدامهم، وهي بتقول ده انا حتى لسه ما ضغطتش على التاكيد، هو التكنولوجيا اتطورت في النص يوم اللي احنا غبناه ده. فتشاومو بيقول لها في الغالب دي مش تاكسي، ده مشكله، وبينزل منها واحد ببدله وبيقول انا اسف اللي انا بقاطعكم، بس يا تشاومو المدير عاوز اللي هو يشوفك حالا عشان يحل سوء الفهم اللي ما بينكم. فتشاومو بيقول سوء الفهم اللي ما بيننا ده سوء كبير جدا، انتوا حاولتوا اللي انتوا تقتلوني وتشيلوني مصيبه، وعلى العموم حتى لو انتوا اللي ما دورتوش عليا كنت انا اللي هدور عليكم، في حاجات كان لازم اللي احنا نخلصها. والسواق نبرته بتتغير وبيقول انا بتكلم بس بالنيابه عن المدير وماليش اي علاقه بحاجه، وبغض النظر لو الكلام اللي جاي ما عجبكش فمن فضلك ما تتعصبش عليا. قول لي هو قال لك تقول لي ايه؟ وهو بيقول له هو مرعوب المدير قال لي اللي انا اجيبك، ولو ما جبتكش اعرف ان اختك هتكون موجوده. فتشاو بيقول له واضح اللي انتوا بلغتوا فديه انا طيب. يا سيدي تشاو وانا مجرد سواق عادي وماليش علاقه بحاجه، انا عندي كبار سن واطفال ومراتي في البيت وديون لازم اللي انا اسددها قبل ما اموت. وتشاو مو بيمسك نفسه بالعافيه قبل ما يقتله وبيقول واضح ان انا فقدت السيطره على مشاعري شويه، يلا خدني دلوقتي للمدير وخلص مهمتك. وبيتحركوا هما الاتنين على طول على الشركه، والسواق بيقول المدير مستنيكم فوق وانا مش هكمل معاكم من هنا، وانتوا الاتنين تقدروا اللي انتوا تطلعوا لوحدكم، وبعد اذنك ايتها الانسه من فضلك ما تقوليش للمدير اللي انا اللي جبتك معانا لهنا. وهي بتبص له بتقول له واضح ان انت فعلا عايز اللي انت تفضل عايش لفتره كبيره، ما تخافش مش هقول له حاجه، شكرا ليكي جدا، انا عندي دلوقتي 30 سنه ولو فقدت الشغلانه بتاعتي هيكون صعب اللي انا ليا واحده تانية. وهي بتقول له خلاص احنا هنمشي دلوقتي ونطلع، بس المكان ده مش هيكون مكان امن بعد شويه، خلاص تمام انا همشي دلوقتي. وتشاو مو بيقول لها انا ممكن لا اتعامل في الموضوع ده لوحدي، فممكن ليتي تستنيني هنا لو انت عايزه. ويون بتقول له انت بتقول ايه؟ انا مش واحده من الناس اللي بيقفوا بعيد لما واحد من اصحابي بيكون في مشكله، واكيد المدير ده بعد ما شاف ادائك في العالم السري هيكون عامل حسابه اكيد في عده فخوخ هيكون مجهزها لك هنا، وعلى العموم قوه العملات اللي انت اخدتها مش هتنتقل معاك للعالم ده، علشان كده الموضوع يكون خطير حتى عليك انت بعد ما فقدت كل قوه العملات بتاعتك. وبخصوص الموضوع ده صحيح، واحنا في العربيه انا اتصلت بشويه من اصحابي من المتدربين القتاليين وهم عايشين قريب من هنا، وهم دلوقتي في السكه، وبالطريقه دي مفيش اي حاجه وحشه هتحصل لنا. والقاتل بيقول للمدير انا ليه حاسس ان انت خايف شويه؟ لا ولا حاجه، انا بس حياتي دلوقتي على المحك ومش عايزني حتى اللي انا اقلق. فالقاتل بيقول له في فيلسوف قال قبل كده المنتصرين دايما بيلاقوا الطريقه للانتصار قبل ما يدخلوا المعركه، ده معناه ان نتيجه المعركه دايما بتتحدد قبل ما الحرب نفسها تبدا. يعني انت شايف اللي انت في طريقك للفوز، انا فعلا معجب بثقتك بنفسك، بس واحد عادي زي مش هيقدر اللي هو يتدخل في المعركه بتاعتكم ولا هقدر اللي انا اساعدك. فالقاتل بيقول الموضوع مش كان انت فعلا خلاص قدمت لي مساعده كفايه، المتدربين ممكن اللي هم يبانوا اللي هم كبار واقوياء بس هم دايما عندهم جانب ضعيف، وعشان الواحد يستخدم التشي بتاعه الموضوع ده معتمد على قوته العقليه، انما المتدربين لو اتوتروا او حتى كانوا قلقانين فمش هيقدروا اللي هم يستخدموا كل قوتهم العقليه، فمش هيكونوا في كامل قوتهم. انما اللي مفيش اي حاجه بتاثر فيهم من المحيط بتاعهم ما بيتوتروش هم دول فعلا المزعجين، ودول عددهم قليل قوي. ومش انت قلت لي من شويه اللي انت خطفت اخت تشاومو واللي هي مهمه جدا بالنسبه له، وساعتها بنشوف اخت تشاومو وهي على كرسي متحرك والحارس ده هو اللي بيكون خطفها. الموضوع ده هيكون اكتر من كافي بكتير عشان نقدر اللي احنا نخليه اللي هو يتشتت مهما كان موهوب، ومش هيقدر اللي هو يستخدم 100% من قوته. وهيكون احسن كمان اللي انت تخلي كل الموظفين بتوعك موجودين هنا، فهو بكاي يضطر اللي هو يقلق على سلامه الناس الموجودين. والمدير بيقول هو احنا لازم اللي احنا نوصل للحد ده، في حوالي 150 موظف هنا، انت ما عندكش شويه شفقه عليهم؟ ولو ماتوا فالموضوع ده هيكلف مبالغ كبيره جدا على شركتي وهتضطر تقريبا اللي هي تقفل. فهو بيقول له دي اعداد بتاعتي لما اواجه واحد من الاقوياء، لازم اللي انا افكر في اي طريقه تخليني اللي انا اكسب مهما كان تمن، واحسن لك اللي انت تبين شويه ثقه وانا بواجه تشاومو، انا مش عايز اللي هو يكون عنده اي امل. والمدير بيقول له خلاص تمام انا اتحكم في مشاعري ومش هبين اي تعبير على وشي كاني مفيش اي حاجه تهمني. وبعدها يون بتيجي وبتقول
واضح ان مفيش اي حد موجود في المبنى العملاق ده. واضح ان المدير بتاعك مجهز نفسه كويس جدا للمعركة اللي هتحصل. هو انت فعلا مش عايز تستنى خالص؟ انا خلاص اصحابي هيوصلوا قريب. فهو بيقول لا لا، انا خلاص قررت لا لازم ادخل دلوقتي، انا لازم اطمن على اختي واعرف هي كويسة ولا لا. خلاص تمام، بس انا هاجي معاك. لا انت احسن لك اللي انت تفضلي هنا عشان لو حصل اي حاجة تقدري اللي انت تدعميني من بره. خلاص تمام، انا هفضل بره، بس انت لازم تاخد بالك كويس واعمل كل حاجة عندك عشان تقدر اللي انت تشتته لأطول فترة ممكنة. وانا اول ما اصحابي يجوا هنيجي على طول علشان نساعدك. خلاص تمام. وساعتها في باب بيفتح وتشاو بيدخل على المدير وهو قاعد على المكتب بتاعه، والقاتل بيكون قاعد الناحية التانية، والمدير بيبص له بيقول له تشاو مو، احنا اتقابلنا دلوقتي تاني، رحلتك كانت عاملة ازاي وانت في العالم السري؟ فتشاو بيقول له وقف الكلام ده، انا مش فاضي للكلام العبيط ده. هو انا اختي فين؟ اهدى شوية، انا جبت اختك لهنا كضيفة معززة مكرمة، وانت لو قدرت اللي انت تنسى سوء الفهم اللي حصل ما بيننا فانا مش هزعجك تاني بحوار المشروع اللي احنا كنا عايزين نشيلك الموضوع ده زائد اللي انا هنقلك مبلغ كبير من الفلوس. فتشاو مو بيبص له بعصبية وبيقول له احنا ممكن اللي احنا نبدأ نتكلم ونتفاهم في الموضوع ده اول ما تسيب اختي. فالمدير بيضحك وبيقول له الموضوع يكون صعب، لازم الاول اللي انت تديني عربون صداقة ما بيننا عشان اقدر اللي انا اقعد وانا مرتاح البال، ولحد ما اي حاجة زي كده تحصل فاختك هتفضل ضيفة عندنا. وايه اللي هيحصل لو انا ما قبلتش؟ فالمدير بيقول له ساعتها هيكون مطلوب مني اللي انا اقول للمستشار بتاعي اللي هو اللي يقنعك. وساعتها القاتل بيقوم وتشاومو بيطلع هالة القتل بتاعته وبيبص له، واول ما هو بيشوفها الرعب بيملى جسمه كله وبيقول في نفسه هو ايه الراجل ده؟ ايه الهالة اللي طلع منه دي؟ انا حتى مش قادر لا اتحرك ولا ارفع صباع واحد. انا كل ما افكر في الهجوم الحاسة السادسة اللي عندي اللي هي اصلا انقذتني كتير جدا ساعة ما كنت ببقى قريب من الموت بتقعد تقول لي ان انا ما اتحركش ابدا. الفجوة اللي ما بين القوة بتاعتي انا وهو كبيرة جدا، مستحيل ان انا اقدر ان اسدها بشوية حيل. انا دلوقتي لو دخلت معاه في قتال اكيد هموت، اكيد هموت. وساعتها تشاومو بيبص له في عصبية وبيقول له هو انت المستشار بتاع المدير ده ومتورط في خطف اختي؟ فهو بيترعب وبيجيب ورا وبيقول واضح ان انت فهمت غلط. انا اول ما سمعت ان انت تم معاملتك بشكل وحش جيت على طول علشان انصفك واحقق العدل هنا، وغلطت المدير على طول على اللي هو خطف اختك، ودلوقتي المدير ده هيرجع لك اختك دلوقتي. ده زائد اللي احنا دلوقتي هنحاول ان احنا نلبي لك اي طلبات عندك عشان نقدر ان احنا نتعاون باي شكل انت تحبه وتكون راضي عنه. طب ايه اللي هيحصل لو انا ما كنتش عايز ان انا اتعاون معاكم؟ ساعتها اكيد احنا هنقدم لك اي عرض تاني، واكيد في عرض من اللي هنقدمهم لك هيعجبك. وبيقول في نفسه انا حاسه السلسله اللي عندي عماله بتقول ان انا لازم اهرب من هنا، هي دي اللي حافظت على حياتي لحد دلوقتي. انا حاسس ان في خطر كبير جدا قريب مني. الولد ده واضح اللي هو كان عنده قوه كبيره جدا حتى قبل ما يخش العالم السري ده، مش محتاج حتى اللي هو يستخدم العملات بتاعه المشاهدين. حتى بعد ما خسر القوه بتاعتها انا حاسس بقوه عظيمه طالعه منه. كل اللي انا اقدر اللي انا اعمله دلوقتي اللي اكسب شويه وقت. وساعتها المدير بيتعصب وبيقول هو في ايه يا مستشار؟ انت ليه كل كلامك فجأة اتغير كده؟ فالمستشار بيقول له انت يا مدير جبتني لهنا علشان اطبق العدل، وانت دلوقتي ارتكبت غلط كبير، والسيد تشيرمو لو بقى عايز دلوقتي اللي هو يقتلك فانا مش هقدر اللي انا امنعه لانه هيكون بياخد حقه. والمدير بيقول واضح اللي انت كمان دلوقتي اتخليت عني، هو انت ليه مش خايف اللي اقتلك معايا؟ عشان وقعت مش هقع لوحدي. فالقاتل بيقول هو انت دلوقتي بتحاول اللي انت تهددني؟ انت فاكر نفسك مين؟ انت بس مجرد واحد كان معاه شويه فلوس فقدر اللي هو يكبر شويه. فالمدير بيقول معك حق، انا بكل الفلوس والنفوذ اللي معايا فانا ولا حاجه تقريبا قصاد مجموعه لين ماليه، وما عنديش اي سلطه دلوقتي. انا حاليا عامل زي الفار اللي في المجير اللي عمال قاتل عشان يعيش لحد اخر نفس. انت عارف حتى المنظمة الموجودة تحت حديقة التسلية اللي احنا كنا عاملينها، فعلى طول القاتل بيزعق وبيقول اخرس انا هقتلك لو قلت اي حرف زيادة. فتشيرمو بيجي وبيقول سيبه يكمل، انا عايز اعرف ايه اللي اتدفن تحت حديقة التسلية. فالمدير بيقول في قاعدة امنية كاملة موجودة تحت الحديقة دي، الحديقة كلها عبارة عن مجرد ستارة، والمنظمة دي عمالة بتتواصل مع وحوش شيطانية. فتشيرمو بيقول انا مش مهتم بالكلام ده، مجموعة مالية ملهاش اي علاقة بيا، انا بالنسبة لي دلوقتي انت اللي هتتحمل المسؤولية كلها. والقاتل بيقول يا مدير انت فعلا عندك معلومات كتيرة قوي عن المنظمة السرية الموجودة تحت حديقة تسلية، وانت دلوقتي بتقول ان مجموعة لي المالية كمان ليها علاقة بالمنظمة دي وبتشتغل مع الشياطين. انت هتحتاج دليل على الكلام ده زائد اللي انت من شوية خطفت اصلا اخت تشيرمو. فساعتها المدير بيطلع حاجة من البدلة بتاعته وبيقول واضح ان خلاص ما بقاش في اي فايدة من التفاوض،
بس انا لو مت مش هموت لوحدي. وساعتها بيطلع مكعب من معاه وبيقول اكيد انت عارف اللي في ايدي ده هو مكعب قمع، وهو بيقدر اللي هو يجمع قوة معركة كاملة موجودة ما بين الصيادين، وده عنصر بيستخدم لمرة واحدة وهو غالي جدا. والقاتل بيقول له وانت اصلا ازاي قدرت اللي انت تجيبه؟ واضح انها فعلا قللت من شأنك عشان تقدر اللي انت تجهز حاجة زي كده. والمدير بيقول انا اصلا حطيت متفجرات كتيرة جدا حوالين المبنى ده، وانا اصلا لولا فلوسي والنفوذ بتاعتي ما كانش في ابدا حد ممكن اللي هو يهتم بيا، فلازم دايما ان انا اجهز نفسي عشان ما فيش حد بيبص ليا باحترام وبتبصولي باحتقار، وانا لازم اغير اللي بيحصل ده. انا كل اللي محتاجه دلوقتي هو اللي انا اضغط على المكعب ده علشان كل المتفجرات دي تنفجر. انما ساعتها فيها على طول سكينة بتطلع بتخترق صدره، وبيكون القاتل هو اللي عملها، وبيقرب منه وبيقول له انا اسف يا سيدي، بس عشان امنع اي خسائر تحصل في حديقة التسلية كان لازم اللي احنا نوقفك دلوقتي، والطريقة الوحيدة اللي احنا نقتلك. وانت دلوقتي قلت لي ان في منظمة كاملة موجودة تحت حديقة التسلية، المعلومة دي هتفيدني وخلاص كل حاجة هتخلص دلوقتي بالنسبة لك. فساعتها المدير بيضحك وبيقول له يا غبي، جهاز التفجير ده موجود في قلبي. والقاتل بيكون في حالة صدمة وبيقول في نفسه خلاص الوقت اتأخر جدا بالنسبة لي عشان اقدر ان انا اهرب. وفي لحظة واحدة المكان كله بيبدأ اللي هو ينفجر ويطلع نار من كل حتة. والقاتل وهو مغمى عليه بيقول غريب، انا حاسس لا ما اتصبتش، مع ان المفروض ان انا القوة بتاعتي اتحجبت بسبب الصندوق اللي كان مع المدير، واللي انا اتصبت باصابات خطيرة. وبيبدأ اللي هو يفتح عينه وبيقول في نفسه مستحيل ان انا اكون قدرت ان انا اهرب لوحدي من غير مساعده، انما بيكون الواقع ان تشيرمو اصلا شايله الى هوبا وماشي بيه، وهو بيقول في نفسه هو ليه اصلا دلوقتي انقذني وشايلني وعمال بيخرجني؟ بس لحظه، هو اصلا ازاي قدر اللي هو يخرج من هناك وكمان وهو شايلني؟ بس دي هي فرصه مثاليه علشان اقدر ان انا اقتله وهو دلوقتي في اضعف حالاته، عشان هو مش مديني اي اخوانه وهو فاقد كل الحذر بتاعه. مستحيل ان انا هتجيلي فرصة احسن من كده عشان اقدر ان انا اقتله. وتشاومو بيقول هو ايه نوع المتفجرات اللي هو استخدمه ده فجر مبنى كله من غير رحمة. والقاتل ده هو اللي اصلا ليه مغمى عليه، انا متأكد ان انا ما سبتوش اللي هو يتصاب، وبيرميه على الارض وهو في الغالب مغمى عليه بسبب الصدمة. هي صحيح فين يون المفروض اللي هي تكون كويسة. والقاتل بيقول في نفسه الموضوع دلوقتي بقى اسهل اكتر واكتر، هو دلوقتي بدأ اللي هو يدور على حد، فدي هتكون الفرصة المثالية بالنسبة لي. انما مع كمية الشعور اللي عندي الانذار دي مش مخلياني حتى اقدر ان انا ارفع صباع واحد، بس انا مش هينفع استنى عقبال ما مجموعة مالية توصل لهنا علشان تساعدني، انا لازم اتعاون مع تشاومو لوحدي. انا دلوقتي بواجه خصم قوي جدا، لازم ان انا خاطر. انا يا عموم كنت على مدار 10 سنين اللي فاتت بشتغل قصائد للجوائز، وكنت دايما بخاطر بحياتي وبكون قريب جدا من الموت، ولازم ان جسمي دلوقتي يتحرك حالا حتى لو غصب عنه. المكافأة اللي هتكون على راس الولد ده هتكون كبيرة جدا، مش عايز ان انا اشتغل عند مجموعة مالية دي تاني. وساعتها بيطلع كرة من ايده، وده بيكون كنز عالي المستوى بيكون اسمه سم الافعى، وبيقدر اللي هو يدمر النظام العصبي لاي كائن حي بسرعة كبيرة جدا. وهو بيقول في نفسه في اكتر من 100 متدرب ماتوا بفضل الكنز اللي معايا ده، انا قدرت ان انا اخد الكنز ده بمعاناة كبيرة، انا النهارده لازم ان انا اتجاوز كل حدودي. وبيهاجم على طول عليه، انما اول ما الهجمة بتلمس تشيرمو بترتد تاني من عليه وبتيجي في القاتل، وهو بيكون مصدوم وبيقول ازاي ده حصل؟ المفروض اصلا دلوقتي تشاومو في حالة ضعف بعد الانفجار اللي حصل له ده زائد اللي هو اصلا مش منتبه ليا، والكنز اللي معايا ده قوي جدا ومع ذلك ما قدرش حتى اللي هو يخترقه. ومش بس كده، ده كمان عكس عليا الهجوم، انا دلوقتي هموت على ايد نفسي. وتشاومو بيقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا كتفي بيوجعني قوي. لا لا ولا حاجة يا حبيبي، انت بس كنت هتموت دلوقتي وانت مش واخد بالك. ممكن ده يكون بسبب اللي أنا بشتغل كتير في الخطوط الأمامية، لازم اللي أروح لمكان تدليك كويس. وقاتل قبل ما يموت بيقول أنا لسه عندي أمل قبل ما أموت. تشيرمو هو متدرب قوي جدا، فأكيد معاه جرعات علاجية كويسة. وهو بيقول بصوت تعبان جدا سيد تشاو سيد تشاومو. وهو بيقول له هو أنت مالك؟ أنت ليه عمال بتتعب أكتر؟ موضوع غريب، أنا أصلا انقذتك من الانفجار قبل ما يحصل لك أي حاجة. أنت عايزني أتصل بعربية إسعاف ولا أعمل لك إيه؟ فالقاتل بيقول له لا، عربية الإسعاف مش هتوصل في الوقت المناسب، انا محتاج دلوقتي اكسير، من فضلك يا سيدي تشاومو اديني اي اكسير علاجي معاك، من فضلك انقذ حياتي وانا عمري ما هنسالك المعروف ده. هو تمام، بس يعني ايه اكسير اصلا؟ انا اول مره اسمعك فيها الكلمه دي. والقاتل بيكون مصدوم وبيقول له هو انت بتهزر معايا؟ انت ازاي متدرب عظيم وما تعرفش اصلا يعني ايه اكسير؟ فتشاو بيبص له بنظره شيطانيه وبيقول له خلاص انا فهمت، وبيمد ايده. والقاتل بيترعب وبيقول في نفسه
هو اكيد دلوقتي شك فيا، اللي انا دلوقتي حاولت اللي انا اقتله. واضح ان انا اتكلمت كتير عن الاكسير، انا قللت من شأن واحد عظيم دلوقتي وهاجمت الشخص الغلط، انما مع ذلك انا اللي هقرر موتي بنفسي، مش هسيب حد اللي هو يقتلني. وبيمسك ازازة سم وبيقول السم ده المفروض اللي هو يوصل على طول لقلبي. وتشاو مو بيبدأ اللي هو يظبطه وبيقول استنى بس شوية، انا اشوف دلوقتي اي حاجة كانت معايا. وبيقول في نفسه انا ممكن دلوقتي افتح متجر النظام واكيد هلاقي هناك الاكسير اللي هو عاوزه. استنى، انت ليه عمال بتتعب كده وبتكح دم؟ هو انت اغمى عليك ولا ايه؟ وهو اصلا بيكون فعلا مات بسبب الغباء اللي هو فيه. وفي مكان تاني عند ديون بيكون في واحده قدامها وبتقول لها هو انت صاحبك في المبنى اللي لسه منفجر من شويه ده؟ ايوه انا عارفه ان كل ده غلطي، الموضوع ما كانش هيوصل للدرجه دي لو انا كنت معاه. طب ما تقلقيش يا يون، احنا هنقدر ان احنا دلوقتي ندور عليه عقبال ما نلاقيه. وما تنسيش ان تشاومو ده عنده المرتبه الاولى في التصنيف بتاع العالم السري، فاكيد هيكون كويس. وفي ولد بيكاب بيقول ده اول ما رجع للعالم الحقيقي العدو بتاعه استخدم متفجرات قويه جدا، واضح ان العدو بتاعه ذكي، ده زائد اللي هو مش مقاتل قوي عشان كده اضطر اللي هو يستخدم الحيله دي. بس انا لو كنت مكانه كنت اكيد اقدر اللي اتغلب على الخصم بتاعي بالانفجار ده. والبنت اللي جنبه بتقول بطل الكلام ده، ما كانش هيكون عند اي حد فينا فرصه قصاد انفجار عملاق زي ده، وعلى العموم ده مش وقت اللي احنا نقعد نقول الكلام ده. وفي ولد بيقول خلاص كلكم اسكتوا، انا تقريبا شفت تشاومو وهو واقف هناك، وبيشاور على مكانه وبيقول هو جاي علينا اهو، وهو شايل حد اصلا. واول ما بيشوفوه بيكون فعلا تشاومو بيكون شايل قاتل، وهم بيقولوا لحظه ده شايل القاتل الاسطوري للمتدربين. هو ازاي قدر اللي هو يقتل القاتل الاسطوري للمتدربين في الوقت القصير ده؟ ده واضح اللي هو حتى ما تصبش باصابه واحده. وبيرمي القاتل على الارض وبيقول انا في الغالب شايف ان انتوا كلكم اصدقاء يون، وانا مقدر جدا ان انتوا كلكم جيتوا لهنا علشان تساعدوني. والبنت بتقول انت متواضع جدا، انت هو البطل بتاع العالم السري اللي انقذت العالم، فاحنا جايين هنا علشان نساعدك، دي حاجه قليله جدا. وابو كاب بيقول غير كده احنا اصلا تقريبا ما عملناش اي حاجه. فتشيرمو بيقول انا اصلا ممتن جدا ليكم اللي انتوا جيتوا لحد هنا بس علشان تساعدوني. وفي الغالب يون اصلا حكيت لكم اللي انا دلوقتي عندي شويه خلافات في الشغل القديم بتاعي، خصوصا اللي هو خطف دلوقتي اختي، والمستشار بتاعه ده مات دلوقتي وانا مش عارف مكان اختي مستخبيه فين، مع انه كان مقرر اللي هو يطبق العداله، بس واضح ان سوء الحظ ما كانش معاه ومات بسبب الانفجار. بس تقريبا لسه في فرصه لانقاذه، وممكن اللي هو يكون عارف مكان اختي. وهو بيكون قال الكلام ده بطريقه عاديه، انما في عيون اللي سمعوه بيكونوا شايفينه قال انا قتلت المدير وفجرت المبنى وقتلت قاتل الابطال ده علشان وقف في طريقي، بس انا لسه محتاج اللي اطلع منه شويه معلومات. روحوا دلوقتي وهاتوا لي شويه دواء علشان اقدر اللي انا اعيشه واقعد اعذب فيه عقبال ما اطلع منه المعلومات اللي انا عاوزها. وعلى طول ابو كاب احمر بيكون مرعوب وبيجري عليه وبيقول له خلاص سيب لنا احنا الموضوع ده، انا كويس جدا في المهارات الطبيه، بس في الغالب اصابته كبيره جدا فنحتاج دواء روحي من نوع مختلف عشان نقدر اللي احنا نعالجه. فتشاو مو بيقول له طب بعد اذنك انا كده هزعجك علشان انت هتضطر اللي انت تساعدني، وعايزك اللي انت تحل لي الحوار ده. وهو بيكون مرعوب وبيقول سيد تشاو، هو لسوء الحظ المستشار ده خلاص مات. وبيكون مرعوب. فتشاو مو بيقول فعلا واضح كان اللي انا خلاص علشان انقذ اختي هحتاج اللي انا اعمل شويه حاجات متهوره. وابو كاب احمر بيكون مرعوب وبيقول واضح ان انا اللي قدامي ده عباره عن وحش حقيقي قوته كبيره جدا، انا هكون مجنون لو حاولت ان انا اظهر اي مهارات بتاعتي قصاده. فبيقولوا سيدي تشاو انا عارف ناس كتير قوي حوالين المدينه ممكن اللي هم يساعدونا في التدوير عشان نعرف مكان اختك. والبنت مشار احمر بتقول ايوه احنا اكيد هنقدر ان احنا نساعدك، مش لازم ان انت تعمل اي حاجه بنفسك، احنا نقدر ان احنا نلاقي لك اختك ونجيبها لك لحد عندك. وفي مكان تاني جوه مبنى عملاق في حد بيمشي وبيقول سيدي تشاو مو واحنا قدرنا ان احنا نجيب اختك بامان لحد هنا، وقبضنا على الحارس بتاع المدير اللي خطف اختك، وبيكون البوليس ماسكه، ولو احتجت اي حاجه تانية في المستقبل فاوعى اللي انت تتردد اللي انت تتصل بمجموعه لين ماليه. وبيكون في راجل بيقول مجموعه لين ماليه استخدموا تقريبا نص الرجاله اللي في المدينه علشان يدوروا على اخت تشاو مو، انما مع ذلك القوه اللي عند الطوائف الاربعه الاساسيه مرعبه جدا، دي تقريبا بتتعادل مع قوه مجموعه لين ماليه. صائدي الجواز كلهم دلوقتي بيتعاملوا بحذر شديد جدا مع تشاو مو مع الاربعه الطوائف الاساسيه. ودلوقتي مجموعه لين ماليه عماله بتعمل اي حاجه علشان تحاول هي تكسب رضا تشاو مو، وهما الاتنين بيركبوا الاسانسير مع بعض. وتشاو بيقول ليون واضح ان انت صحابك طيبين جدا زيك،
انا قدرت ان انا الاقي اختي بسرعه، وكل ده بفضلك وبفضل اصحابك. بس هم مشوا بسرعه، انا كنت عايز اعزمهم على الغدا، انا ما توقعتش ان هم يمشوا بالسرعه دي. فيقوم بتبص له وبتقول له تعزمهم على الغدا، هم في الغالب اصلا مرعوبين منك، انت قلت لهم جمله زي دي هيفتكروا اللي انت عاوز اللي انت تاكلهم، وهو ما بيكونش فاهم هي تقصد ايه. وهي بتقول له خلاص ما تهتمش بالموضوع ده، روح دلوقتي واطمن على اختك، انا حاسه ان في حاجه غلط موجوده، وانت كمان حاسه بالموضوع ده. انا كنت حاسس ان الموضوع ده انا بس اللي حاسس بيه، انا حاسه ان في وحش شيطاني موجود جوه اختك، في هاله شيطانيه موجوده حواليها، بالرغم ان الهاله دي ضعيفه الا اللي متاكده منها، دي زي هاله وحش شيطاني من اللي احنا قابلناهم في العالم السري. الموضوع غريب ان اختي اغمى عليها فجاه من كذا شهر، واضح ان الموضوع ما كانش مجرد مرض عادي، واضح ان العالم السري ليه علاقه بالموضوع ده، وان الموضوع بدأ من بدري شويه. العالم السري عمال بيلعب معايا وبيهاجمنا دلوقتي، وبيروحوا هما الاتنين لبيت كبير، وتشاومو واخته الاتنين بيكونوا فيه. وتشاو بيقول ليون هو انت متاكده ان عادي ان انا افضل في بيتك؟ انا واختي عندنا مشاكل كتيره. فهي بتقول له لا مش مشكله، انت تقدر ان انت تقعد براحتك. على العموم في احتماليه ضعيفه جدا ان مجموعه لين ماليه تكون متورطه مع العالم السري عشان تعمل لك اي حاجه وحشه. ده زائد ان خلاص الوحوش الشيطانيه بدات هجوم على العالم الحقيقي، فانا هحتاجك جنبي علشان تقدر ان انت تحميني، واكيد الوحوش الشيطانيه هي السبب في الغيبوبه اللي اختك فيها، فلازم ان انت تطمن على اختك علشان تقدر ان انت تركز وتتعامل مع الوحوش الشيطانيه. فتشيومو بيقول ممكن برضو ان الطوائف الاربعه الاساسيه يكون ليهم علاقه بالموضوع ده. ده زائد ان العالم السري واضح اللي هو غلط، علشان بعد ما قال اللي هو يديني 200,000 عمله، انا ما وصليش الا 40,000 عمله، وانا مش عارف الموضوع ده ايه السبب فيه. انما ممكن نقول ان المتدربين من الطوائف الاربعه الاساسيه ممكن يكونوا بيتعاونوا مع الوحوش الشيطانيه. فيوم بتقول له لا لا استنى اهدى شويه، لو في اي على العموم واحد من الطوائف الاربعه الاساسيه يتعاون مع العوالم الشيطانيه، فالمفروض ان الكوكب بتاعنا يكون خلاص اختفى من زمان. ممكن يكون الموضوع ده كله عباره عن بس شويه تكهنات في العالم السري، او بالكتير قوي يكون في شويه متدربين عملوا اتفاقيه مع العالم السري. انما فجاه بتستوعب الكارثه اللي هي قالتها، وبتقول لا دي فعلا كارثه كبيره. وهو بيقول لا واضح ان انت خلاص دلوقتي فهمت اللي حصل، انا لازم ادور على مكان تاني دلوقتي اقعد فيه. وهي بتصوت وتقول له لا لا انا مش قصدي كده، تقدر ان انت تفضل براحتك، على العموم انت المرض بتاع اختك غير طبيعي خالص، وجسم اختك برضه مش طبيعي، لو كان اي حد تاني مكانها كان زمان اللي هو خسر حياته من زمان بسبب هالة الوحش الشيطاني ده. وعشان تقدر اللي هي ترجع لصحتها من تاني لازم اللي انت تستخدم تقنيات شفائية نادرة جدا، فده هو احسن مكان هتقدر اللي انت تسيبها فيه دلوقتي. فهو على طول بيفتح نافذة العملات بتاعته وبيقول لها طب تمام، بس انا هديك عملات كأنها الايجار اللي انا هدفعهولك. خلاص تمام براحتك، اعمل اللي انت عاوزه، انت كده كده هتعوز اللي انت تدفع عشان تفضل هنا براحتك، ابعت لي مثلا 2000 او 3، ده هيكفي اوي عشان تقدر اللي انت تقعد هنا براحتك. ففجأة بيجي لها رسالة اللي هي استلمت 60,000 عملة من تشاومو، وهي بتتصدم وبتقول 60,000؟ فتشاومو بيقول لها أنا كده كده ما أقدرش إلا أستخدم العملات دي إلا عشان أزود قوتي أكتر، وخلاص وصلت لحد أقصى، وما أقدرش دلوقتي إلا أستخدمها علشان أشتري حاجات من متجر العالم السري، وما بستفدش منها أوي دلوقتي، فبدل ما أخلي العملات دي عندي أنا هديها لك عشان أنتي فعلا محتاجاها. وهي بتكون مصدومة وبتقول له هو انت عارف تمن اللي انت اديتهولي ده يساوي كام؟ انت حتى لو ما قدرتش ان انت تستبدلها بادوات كويسة هتقدر ان انت تلاقي ناس عاوزة العملات دي وتبيعها لك بفلوس كتير. الموضوع ده ما يهمنيش، انا كنت زمان عايز الفلوس بس علشان اقدر ان انا اعالج اختي، انما دلوقتي بعد ما عرفت ان انت هتقدر ان انت تنقذيها، فايه فايدة ان انا اخلي معايا كل الثروة دي؟ انا ممكن لا اعتبر الموضوع اللي هو استثمار مني من ناحيتك، عشان انت لما تبقي اقوى هتقدر ان انت تحميني انا واختي. فيون بتضحك وبتقول له ده اكيد انا هعمل كده وهحميكوا انتوا الاتنين على قد ما اقدر. وبتقول في نفسها تشاومو دلوقتي هو اقوى بكتير من وحش شيطاني عنده 1000 سنة، انما في المستقبل هتظهر وحوش شيطانية قوية جدا، حتى مجموعة لين مالية مش هتقدر اللي هي تقف قصادهم او تتعامل معاهم، انا لازم اللي اساعده على قد ما اقدر. وهو بيضحك لها وبيقول لها خلاص تمام. وبنروح بعد كده المكان تاني، وبيكون في حد عمال بيزعق وبيقول هو انا فين شريحة اللحم بتاعتي؟ انتوا ليه عمالين بتتأخروا عليا في الطلب بتاعي؟ انتوا عاوزين ان انا اقفل لكم المحل ده؟ فالجرسون بيقول له من فضلك كده بالاسفي دقيقتين بس وطلبك هيكون جاهز. والناس اول ما بتشوفه بتبدأ اللي هي تتعرف عليه، وبيقولوا مش ده المدير بتاع مجموعة لين مالية؟ هو عنده الجرأة اللي هو يخرج علشان ياكل كده بره كأنه ما عملش اي حاجة. ففي حد بيسأل هو عمل ايه، فالتاني بيقول له انت ما تعرفش، ده عمل مشكلة مع المصنف الأول في العالم السري اللي اسمه تشاومو، وحصل قتال كبير لدرجة إن نتيجة القتال ده إن حديقة التسلية كلها انفجرت،
واول ما الحديقه بانت كان في مخبأ كبير لمجموعه لين ماليه تحت الحديقه. فاللي قدامه بيستغرب وبيقول بجد هو كل ده حصل؟ امال ليه انا ما سمعتش اي حاجه عنه ولا عرفت حاجه عن الموضوع ده؟ وبيمسك موبايله وبيقعد يقلب فيه. فاللي قدامه بيقول له طبيعي اللي انت مش هتلاقي اي حاجه عن الموضوع ده، عشان الموضوع ده كله اتحذر ان اي حد يتكلم عليه او ان يتسرب له اي صور او معلومات، وكل المعلومات عنه اتخفت. وفجأة في حد بيدخل وبيجي جنب المدير، والمدير بيستغرب، واول ما بيشوفه بيقول اخويا وانت ايه اللي جابك هنا؟ ده عدت فترة طويلة من اخر مرة شفتك. فاخوه على طول بيبص له وبيقول خدوه. وفي اتنين بيجوا بيسحبوه بيقولوا حاضر يا رئيس، وبيسحبوه على طول على بره. وهو بيقعد يقول طب استنى بس شريحة اللحم بتاعتي لسه ما جهزتش انا جعان. وبيجي الليل وبنشوف في زواق كده مدير مجموعة لين مالية وهو مضروب، واخوه بيكون واقف وهو اللي بيضربه وبيقول انا تعبت دلوقتي علشان اعمل حجز الصوت ده علشان صوتك ما يطلعش لبره ومحدش يسمع الضرب ده، وانت عارف انت اصلا انت غلطت في ايه؟ ايوه انا ما كانش لازم ان انا اعمل مشاكل مع تشاومو واخلي كل حاجه تتكشف كده. لا يا غبي، اللي انت غلطت فيه اللي انت ما قدرتش اللي انت تقتل تشاومو. انت كل القرف اللي بتعمله بيبقى عباره عن زباله بطال اللي انا صرلحه وراك، وانت عرضت مجموعة لين مالية لخسارة كبيرة قوي. اي حد يجي علينا لازم اللي احنا نقتله تحت اي ظرف. وانا اصلا كان عندي حاجات مهمة جدا كان المفروض اللي انا اعملها، انما بسببك انا دلوقتي متعطل عنها عشان احل مشاكلك. بس واضح لا لازم اديك النهاردة درس ما تنساهوش، لانك عمال بتدمج ما بين شغلك ومشاعرك الشخصية. وبيعدي كام دقيقة وهو بيقول هو انت لسه ما خلصتش ضرب فيا؟ انت لسه عايز تضربني تاني؟ فساعتها بيظهر صوت بيقول له هو انت بتتكلم عن اخوك الكبير؟ هو خلص مشي من شويه بقاله 10 دقايق. فهو بيقول جو من امتى وانت هنا؟ ففجاه بيظهر الراجل بشعر ابيض وبيقول من ساعه ما انت اتجريت للمكان ده. صحيح انت لسه جاي من العالم السري بس ما كنتش انت محط الانظار هناك، كانت شاومو. فابو شعر ابيض بيقول له اسكت انت مش فاهم حاجه، انا ما كنتش عايز بمزاجي اللي انا اكون محط الانظار عشان كان في ناس عندهم زراعه كويسه، فانا كنت محتاج اللي انا اعرفهم الاول، وبصراحه انا اصلا لحد دلوقتي مش بثق فيك. فهو بيضحك وبيقول له طب انت دلوقتي ايه اللي انت هتعمله؟ واصلا انت عايز تعمل ايه بيا؟ انا دلوقتي مجرد واحد مضروب ومرمي في الزباله، ايه هيكون فايدتي بالنسبه لك؟ يعني انت مبسوط وانت في وضعك ده؟ انت فاكر ان اي حاجة انت ممكن تشتريها بفلوسك؟ بس الناس اللي في العالم السري عمالين بيموتوا حاليا، وواضح لا لازم برضه اعلمك درس.